يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا في المحاضرة الخاصة بالكلوزنج. كويس. والمهارات بتاعة الإغلاق والمتابعة والحاجات دي كلها. تمام، حد عنده سؤال بخصوص اللي فات يحب يسأله ولا نبدأ على طول؟ طيب، أنا ما بحبش إن حدش يسألني بس يعني ما علينا. هنحاول نشتغل على طول. طيب، احنا دلوقتي كده عندنا المهارة دي هي الإغلاق الكلوزنج بتاعنا، وطبعا الكلوزنج هو نتيجة كل الحاجات اللي عملناها في الخطوات اللي فاتت. زي ما انتم شايفين، طبعا احنا في المرحلة في الخطوة المفروض رقم 6. كويس. في آخر 1 2 3 4 5 5، ودي خطوة رقم 6، فدي الخطوتين الأخيرة في العملية البيعية بتاعتنا. تمام. في دايما خطأين مشهورين في الإغلاق بيبوظوا الكلوزنج بتاعنا. خلي بالك، الكلوزنج يا شباب هو الخطوه الاخيره. عارفين اللي بيجيب الجون، اللي هو لو حد فيكم متابع كوره او كتير مننا طبعا فاهم الكوره حتى في العموم، يعني ان دايما اللي بيجيب الجون هو اللي بيتحسب له الجون. لكن الجون ما بيجيش عن طريق الشخص اللي بيجيب اللي هو الهداف او الشخص اللي عند الجون مباشره. مش هو ده اللي بيسبب صناعه الجون، لكن في اكتر من حد من ورا لغايه قدام هم اللي بيسببوا الموضوع. بس في الاخر الفضل بيتنسب لمين؟ للي بيجيب الجون. كويس. اللي طيب، سجل. لو احنا زعلانين من حد بنزعل من اللي بيجيب الجون. خدنا بالنا. فكتير من البياعين بيفتكروا ان مشاكلهم هي ان احنا ما بنعرفش نقفل. فانا شخصيا، انا كاحمد طول عمري لما بسال اي بياع انت نفسك تنمي اي مهاره، يقول لي ايه؟ الكلوزنج. انا عندي مشكله في الكلوزنج. المشكله مش في الكلوزنج، غالبا المشكله فين؟ في الحاجات اللي قبل كده. اتفقنا؟ طيب، في خطأين مشهورين في الاغلاق. الخطأ الاولاني نكتب مع بعض. الخطأ الاولاني حاجه اسمها ايه؟ الاغلاق المبكر. يعني ايه اغلاق مبكر؟ دلوقتي في عم يقطع الصوت. يعني في الصوت مش واضح. مستر احمد الصوت قطع خالص. يجي بعد مستر احمد سمعنا؟ الصوت فيه مشكلة يا مستر أحمد. كده الصوت تمام. يعني يعني حضرتك بتتكلم صوتي كده كويس يا شباب ولا الدنيا اخبارها ايه؟ تمام كده. بس طيب تمام، الحمد لله. طيب، والشاشة زي ما هي معروضة كده؟ الشاشة واضحة قدامكم؟ واضحة طيب الحمد لله، كويس. فيجي البياع يعمل ايه بعد ما يخلص عرض الوحدة؟ يقول للعميل: ها تمام، تحب احجز لحضرتك في انهي واحدة فيهم؟ لحظة، ممكن تعيد من الأول لأنه ما سمعنا شيء. حاضر، اعيد من الاول، البياع بيعمل ايه؟ بيسأل أسئلة مؤهلة. بعد ما يخلص أسئلة مؤهلة يعمل عرض مقنع. بعد ما يخلص العرض مقنع، هو هيتكلم دلوقتي عن وحدتين معينين او وحدة معينة. كويس. وهو بيتكلم عن وحدة، يقول له ايه كده؟ هو خلص عرض الوحدة، يقول له: تمام، في ايه تحب احجز لحضرتك في انهي وحدة فيهم؟ هو في الحالة دي سمع اعتراضات العميل ولا لسه ما سمعش؟ ها؟ لسه. لسه ما سمعش. فهنا هو بيقفل بدري ولا بيقفل في الميعاد الطبيعي؟ ما تقفل بدري. بيقفل بدري. عشان كده نكتب بقى مع بعض: الموعد الصحيح للإغلاق فين بقى؟ عند هدوء الاعتراضات. لما الاعتراضات تبدأ ايه؟ تهدى. اول ما الاعتراضات تبدأ تهدى، ده الميعاد الصح عشان نقفل.
عشان كده البياع الشاطر زي ما قلنا في المحاضره بتاعت الكلوزنج طول الوقت بيقول الكلمه دي: في عند حضرتك اي سؤال او حاجه انا مع حضرتك، في عند حضرتك اي سؤال او حاجه انا مع حضرتك. اول ما العميل ايه يسكت او يقول تمام، ده الميعاد بقى عشان نعمل ايه؟ عشان نقفل نكلوز. حضرتك لو قفلت قبل، ودي برضه نقطه مهمه جدا 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 جدا، نكتب مع بعض: الاعتراضات، اكتب معايا: الاعتراضات التي لم تحل قبل الإغلاق ستتحول إلى ألغام، تمام، بعد الحجز. تمام. احنا عندنا في مرحلة كده في العقارات خصوصا اسمها مرحلة الحجز العقد. دي بتستمر كام يوم في معظم الشركات؟ معايا شباب؟ مرحلة الحجز عندنا بتبقى كام يوم يا شباب؟ ممكن شهر، ممكن 15 يوم، حسب. اظن هي 15 يوم مثلا بالظبط كده. صح، هيك شيء. تمام. طيب، فعشان كده يا شباب المرحلة دي هي أخطر مرحلة في العملية البيعية كلها، المرحلة ما بين الحجز والعقد. ليه بقى؟ لأن خلال ال 14 يوم أو خلال ال 15 يوم دول أنا كعميل ممكن إيه، نكنسل. دفعت ثمن الشقة ولا لسه؟ لسه انت حاجز. لسه. بس والوحدة بقت كأنها بتاعتي وأنا لسه إيه؟ ما لسه. دفعتش. لسه. يا سارة أوكي. تمام. فانا لسه في النص ما بين الاثنين. كويس كده. طيب، المرحله دي ليه هي اخطر مرحله في الموضوع؟ نكتب مع بعض: لان في حاجه اسمها ندم ما بعد الشراء. كلنا كبشر يا جماعه لما بنيجي نشتري حاجه، ولو اشترينا حاجات بفلوس كتير شويه يعني دفعنا مبلغ كبير حبتين، وانت ماسك الاكياس وواقف على باب المحل وانت خارج، ايه احساسك دلوقتي في اللحظه دي؟ ها؟ عارفين الاحساس بتاع ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ عارفين الاحساس ده؟ تمام. هو ده بقى اللي هو اسمه ندم ما بعد الشراء، اللي هو احساسك انك انت ايه؟ طب ارجع، طب اروح، طب اقول لهم، طب ارمي لهم الكيس واخد الفلوس واجري. عارفين الاحاسيس دي؟ هي الاحاسيس دي. خلاص. فليه الاحساس ده بيحصل لك؟ لانك انت متعه الشراء خلصت. متعه الشراء يا جماعه اثناء الشراء، وألم الدفع خلص، ما انت خلاص دفعت. تمام. فانت بيجي لك ميكسد فيلينجز كده، مشاعر مختلطه، اللي هو طب انا افرح طيب، ولا انا خسرت، ولا انا كان ممكن اغير اللون، كان ممكن اعمل. عارفين الجو ده؟ طيب كل ما يكون السعر المدفوع اعلى كل ما يكون الندم ده ايه؟ واضح. اكبر بكتير. صح كده؟ طيب انا دلوقتي في العقارات بقى انا مش دافع رقم، يعني ايه مشكله الحجز؟ انا مش دافع رقم كبير. ممكن يكون دافع مثلا، ما اعرفش الحجز عندكم بيبقى كام، ممكن 50,000 درهم، ممكن يبقى اقل من كده كمان. صح كده؟ ايه 20,000؟ 20,000 درهم. فانا ممكن ب 20,000 درهم انا حجزت اهو. مع ان 20,000 درهم دي يا جماعه بالنسبه لي رقم كبير ولا رقم صغير؟ رقم صغير جدا. بس انا الواحد بيشتري عقار اكيد صغير. اه بالظبط بالظبط كده. بالنسبه لواحد بيشتري عقار فهو رقم صغير. الله ينور عليك يا غالي. فانا دلوقتي انا دافع فلوس وعندي ندم، مش دافع فلوس وعندي ندم في نفس الوقت. شفت المشكله فين؟ فسهل عليا جدا ان انا اعمل ايه؟ كنسل. كانسل. خدنا بالنا؟ فسهل جدا عليا ان انا كانسل. عشان كده الاعتراضات اللي انت ما حلتهاش، يعني ما تفرحش بالحجز. بصوا يا جماعه اكتبوا الجمله دي: ما تفرحش بالحجز. ما تفرحش بالحجز، لكن تفرح بايه؟ بالعقد. لا تفرح بالحجز. وافرح بالعقد.
طيب ازاي بقى ما افرحش بالحجز وافرح بالعقد؟ ان انا اكون مرحب جدا. فاكرين الكلمه اللي قلناها في السيشن اللي فاتت؟ خليك مرحب جدا بالاعتراضات. كل ما العميل يعترض كل ما انت بتبقى مبسوط. يا باشا قول اللي انت عايزه، خلصت يلا بينا. طب ما خلصتش انا معاك. اتفقنا؟ طيب ده الخطأ الاولاني. الخطأ الثاني اسمه ايه بقى؟ اسمه عدم الاغلاق. ايه بقى عدم الاغلاق ده؟ ده للاسف يعني عرض بيجي لبعض البياعين اللي لسه بادئين، لسه بقى جداد في الشغلانه. اللي هو ايه؟ مش انت قلت اللي عندك وانا قلت اللي عندي، خلاص ربنا وفقك بقى. ويبدا ايه؟ يسكت ويتفرج على الفراغ، وتلاقي صوت صرصور الحقل كده هو اللي يسود الموقف. طب يا ابني، طب هتقول حاجه؟ طيب لا، هو مستني ايه؟ العميل هو اللي يتكلم. طب يا ابني انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ البنكي او المستبيع او في بعض البياعين بينه وبين نفسه، وطبعا زي ما قلت لكم هو مشكله كتير من البياعين الايه؟ اللي لسه بيبداوا. خلاص الشباب بقى الصغيرين ركزوا معايا بقى. خلاص تمام. طيب هو امال ليه بيعمل كده البياع؟ لان هو بيقول بينه وبين نفسه ايه؟ يعني راجل محترم زي العميل ده، الراجل ده قد ابويا. عارفين المشاعر دي؟ ده قد ابويا. اقول له يدفع مليون درهم؟ انت عارف يا ابني مليون درهم يعني ايه؟ لا 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 لا، انا هسيبه ايه؟ يفكر لوحده كده، واول ما يستقر على حاجه ربنا يوفقه. انا مش هضغط عليه. خلاص. طيب نكتب بقى مع بعض القاعده دي: العميل الذي لا يغلق لا يشتري. من الاخر كده، العميل عشان يشتري لازم ايه؟ لازم ياخد زقه، لازم ياخد دفعه. لازم. لو ما زقتش الزقه دي العميل ايه؟ مش هيروح في حته، هيفضل قاعد يتفرج عليك. خلاص. طيب عشان كده بالمناسبه مهم جدا يكون عندك صفه. لازم لو انت لسه بتبدا في المجال معانا وما شاء الله بدات تشتغل معانا، لازم يكون عندك صفه اسمها صفه الايه بقى؟ الجرأه. الجرأه بتاعت ايه؟ انك تقول للي قدامك هات فلوس، طلع فلوس. الاحساس ده يا جماعه احساس محتاج جرأه ولا احساس عادي؟ جرأة. لا، محتاج جرأه. بصراحه محتاج جرأه. في ناس بتتولد بالجرأه دي. يعني انا شخصيا زي ما حكيت لكم اول بيعه في حياتي، لا كنت جريء هنا وبتخانق هنا وبعمل حركات كده وبتاع. ربنا كرمني، ما دي حاجه جت عند ربنا. في واحد تاني لا، بيبقى مكسوف شويه، مقلق شويه، لا يا عم اصلي مش عارف كذا. لا ساعتها بقى لازم ايه؟ لازم يبقى عندك الجرأة دي. الجرأة انك تاخد، اكتب معايا الجملة دي: ان تأخذ القرار عن العميل. انك تاخد القرار كأنك انت مين؟ العميل. كأنك انت العميل نفسه. خدنا بالنا؟ طيب بالمناسبة، انت بقى كبياع دلوقتي مشيت على المنهجية بتاعتنا اللي احنا خدناها مع بعض، من حقك تاخد القرار على العميل. البياع التاني بقى اللي هم البياعين التانيين الوحشين اللي بره، اللي قاعد بيفرض شقة على العميل وبيقول له خد العقار ده وخد دي وخد دي وخد دي، ده مش من حقه انه يقول للعميل اشتري الشقة دي. ليه؟ هو ولا سمع ظروف العميل ولا فاهم اعتراضاته ولا حل معاه. فهمتوا قصدي يا جماعة؟ فلما يقول للعميل اشتري، لا يا ابني مش من حقك تقول له اشتري. انت منين جبت الثقة دي؟ فاهمين قصدي؟ طيب بالمناسبة برضو كل مهارة في المهارات العملية البيعية بتاعتنا محتاجة صفة شخصية فيك. كل مهاره في العمليه البيعيه محتاجه صفه شخصيه فيك. فجذب الاهتمام محتاجه صفه اسمها صفه الايه؟ الحماس. الاسئله المؤهله محتاجه صفه الاستماع. العرض المقنع محتاج صفه التحليل. حل الاعتراضات محتاجه صفه التفهم والتعاطف. انك تعرف تفهم وتتعاطف مع العميل. التفهم والتعاطف.
الاغلاق محتاج ايه زي ما قلنا؟ جرأة. الجرأة. وعلاقة الثقة طبعا محتاجة الصبر. الصبر عشان تعرف تكمل البيعة. المتابعة يا جماعة محتاجة صبر لا ينتهي زي ما كلكم عارفين. كويس. طيب ندخل بقى في طرق الإغلاق بتاعتنا. في عندنا افتراض المسبق. ايه الافتراض المسبق ده؟ الافتراض المسبق ده انت كنت بتقول للعميل احنا بعد كل اللي اتكلمنا عنه في وجهة نظري، وتقول ايه؟ تتكلم عن المشروع او المطور ولا نتكلم عن الوحدة؟ الوحدة. هنتكلم على الوحده بقى. خلاص انا بقفل دلوقتي، يلا اشتري المفتاح اهو. طيب انا بقول له ايه بعد كل اللي اتكلمنا عنه؟ بعد كل اللي اتكلمنا عنه في وجهة نظري الوحده دي هي الانسب لحضرتك. طيب كلمه بعد كل اللي اتكلمنا عنه تدل انك انت وصلت للقرار ده لوحدك ولا احنا الاثنين؟ احنا الاثنين. احنا الاتنين. تمام. طيب وكلمه في وجهة نظري ايه المعنى اللاواعي بتاعها؟ يعني كمستشار عقاري. انا المستشار بتاعك، ولو حابب نعيد كلام من الاول انا ما عنديش مانع. ركز في الحته دي، لان في بعض البياعين لما يجي العميل يقول له لا بس انا كان عندي سؤال، البياع بقى ساعتها وشه هو اللي بيعمل ايه؟ اوه، مش خلاص خلصنا؟ من غير ما يقولها وشه ايه؟ بيبقى باين. فالعميل ساعتها بيعمل ايه؟ بيتقفل. خلاص كده شكرا. تمام. لكن البياع الشاطر يعمل ايه؟ اه تمام، ايه بقى حضرتك عايز تسال على ايه؟ ابقى مرحب باللي بيحصل، عايز اسمع اللي انت عايز تقوله. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ طيب بعد كل اللي اتكلمنا عنه في وجهة نظري الوحدة دي هتكون هي الأنسب لحضرتك أو هي الأفضل لحضرتك. تمام. طيب في طريقة تانية اسمها خطوات الشراء. يعني ايه خطوات الشراء؟ يعني أبدأ ألخص للعميل الخطوات اللي هتحصل من أول ما بيتكلم معانا لغاية ما يحصل على الشقة. يعني مثلا حضرتك طب تمام حلو جدا. دلوقتي بقى اللي احنا بنتكلم عنه هو ان حضرتك ابدا اخده بقى رحله. حضرتك تبعت لي المبلغ الحجز ده بيودع في الحساب، ببعت لحضرتك ايصال بيه، ببدا بعد كده اعمل حجز بيه عند المطور في وجود حضرتك، بنعمل ميتنج مع بعض وبنبقى موجودين. تبدا ايه؟ تك 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 تدي له ايه الخطوات اللي جايه. كده العميل هيحس ان هو خلاص ايه مشي في الرحله. فانت ده طريقه من طرق الكلوزنج. بالمناسبه مش شرط انك انت تاخد كل الطرق دي، يعني لسه عندنا مثلا حوالي 6 طرق. احنا عندنا 6 طرق للاغلاق. كويس. الافتراض المسبق، خطوات الشراء، وتاثير الخصم، والمفاوضات، والدليل الاجتماعي، والخساره المحتمله. هل لازم تستخدم ال6 دول؟ لا. اللي يجي معاك اعمله. خلاص مش شرط تستخدم ال6 دول. تمام. طيب فنرجع تاني. فاحنا كنا بنقول ايه؟ تاني خطوه كانت خطوات الشراء، او تاني طريقه للاغلاق خطوات الشراء. دي تشرح له ايه الخطوات اللي هيحصل مع العميل بتاعك. طيب لو انا عندي ديسكاونت، لو انا عندي خصم، ده انسب ميعاد اقول فيه الخصم. ليه؟ لان العميل كده خلاص استوى وجاهز. احنا امتى بنقول الخصم؟ في عندنا وقتين بنقول فيهم الخصم. في المرحله بتاعه جذب الاهتمام، وفي المرحله بتاعه الايه؟ غلط. الاغلاق. وانا بفضل الاغلاق، ما بفضلش ابدا باوفر. انا كاحمد خلاص ما افضلش ابدا باوفر. اللي هي مساء الخير مع حضرتك احمد خليفه، بكلم حضرتك بخصوص اوفر مميز. عارفين الجمله دي؟ خصم كذا على كذا بنعمل بيه كذا. الاوفر ده انا ما بحبش ابدا بيه، بس لو عندي اوفر حلو ابدا بيه. خلاص. طيب امتى اقول للعميل تاني ان في اوفر؟ وانا بكلوز وانا بقفل. ليه؟ لان يا جماعه الاوفر بيساوي زياده القيمه وزياده احتماليه الشراء. ليه يا جماعه؟ فاكرين لما قلنا ان القيمه تساوي المكسب ناقص الألم؟ فاكرين في المحاضرة التانية؟ التانية اه. خلاص.
فانا لو انا عملت لك اوفر كده نزلت الايه؟ القلم وزودت المكسب. لا، هو المكسب ثابت. المكسب زودت ثابت. القيمة. انا خلاص شرحت المكسب. هنا انا زودت ايه؟ القيمه. لما قللت القلم كده القيمه اوتوماتيك حصل لها ايه؟ زادت. يعني انا دلوقتي بعد ما اتكلمت معاكي عن مثلا ايه، عن موبايل، اتكلمت عنه حلو قوي 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 قوي، وانا بقفل قلت لك ايه؟ وكمان عليه خصم 10%. انا كعميل بيحصل لي ايه اوتوماتيك؟ ايه ده حلو قوي. ابدا اتحرك بقى لان القيمه في ذهني ايه؟ زادت، ارتفعت. واحتماليه الشراء زادت. كويس. طيب اقول الخصم ازاي؟ بنقول الخصم سعر قبل الخصم، بعد كده سعر قبل الخصم، بعد كده سبب الخصم، الخصم، سعر بعد الخصم. اكتب معايا دي 4 حاجات تقدر تقولها وانت بتقول الخصم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا معايا وحده ب 800 الف درهم، كويس، ونازل عليها خصم، او نقول مثلا مليون، ونازل عليها خصم 10%. كويس. تمام. اقولها ازاي بقى؟ اول حاجه اقول سعر الوحده دي مليون درهم. تمام. وعشان الشركه عايزه تزود عدد العملاء اللي يستفيدوا بالفرصه الاستثماريه دي، هيبقى فيه خصم 10%. يعني بنتكلم فيه 100,000 درهم، فالسعر هيبقى 900,000 درهم. حد خد باله من اللي انا عملته؟ تاني، هعيد تاني. معايا يا اسماعيل؟ صباح الفل يا حبيبي. معاك يا ولاد، معاك فين بصراحة. ماشي يا حبيبي. الناس اللي قفلت الكاميرات فجأة تاني دي، ولا ما كانوش فاتحين اصلا؟ ميرنا، آلاء، تمر، فاتن معانا؟ فاتن انت فاتحه موبايلين صح؟ طلع مشهدين؟ اوكي ماشي. براحتك عادي. تمام. طيب فدي الفكره يا شباب. طيب هقول لكم على حاجه، ايه حكايه سبب الخصم دي؟ معظم عارفين يا جماعه، معظم المحلات اللي احنا بنعدي بنشوفها في الشارع بتلاقي مكتوب عليها مثلا ايه؟ سيل 30%. بتصدقوا؟ غالبا ما بنصدقش صح؟ لا لكن مش لو مصدق. كتبت، طبعا ما بصدقش، لو كتبت سيل 30% بمناسبه تصفيات الشتاء، هتصدق ولا مش هتصدق؟ هنا هتصدق نبدأ طبعا. نصدق طبعا. ليه بقى؟ لان في ايه؟ سبب. انت عرض سبب حاجة. حاجه قصاد سبب لازم. حاجه. بالظبط مم. كده. ولما يكون السبب منطقي كمان، يعني تصفيات الشتاء، تصفيات الصيف، فبتبقى مقتنع ايه اكتر. يعني حتى يا جماعه خصم بمناسبه عيد مثلا، آه، مثلا عندنا عيد الام مثلا، او بمناسبه العيد الوطني، اليوم الوطني، او عيد ميلاد المطور الفلاني. دي اسباب منطقيه؟ للاسف مش اسباب منطقيه. للاسف مش اسباب منطقيه. امال ايه المنطقي بقى؟ المنطقي انك تقول لي ان الشركه دي عايزه تزود المبيعات بتاعتها. ان الشركه عايزه ايه؟ عايزه تزود مبيعات فعامله خصم. بس انا لو قلتها كده، يعني لو قلتها للعميل احنا عايزين نزود مبيعاتنا، العميل يحس ان الشركه عايزه ايه؟ تاخد الفلوس وخلاص. عايزه تستغله. صح كده؟ فبنقول جمله بديله، ايه هي؟ لان الشركه عايزه تزود عدد العملاء اللي تستفيد بالفرصه دي. اكتبوا الجمله دي بقى. لان الشركه عايزه تزود عدد العملاء اللي تستفيد بالفرصه دي. بالمناسبه مين اللي اخترع الجمله دي؟ ستيف جوبز. ستيف جوبز وهو بيقول سعر الايباد قال كده. قال احنا لما جينا نسعر الايباد لقينا ان سعره $1000. تمام. لكن لما جينا
يعني لان احنا عندنا اهداف اكبر من مجرد السعر، فقررنا ان يكون السعر بتاعنا علشان يكون الايباد في ايد عدد اكتر من البشر. بص هو خلى الهدف نبيل ازاي، يعني خلى هو عامل خصم بس خلى الخصم ده هدف ايه، هدف نبيل ان يخلي الايباد في ايد عدد اكتر من البشر. فقررنا ان الايباد مش ب 1000 دولار لكن ب 500 دولار. تمام. طيب مفاوضات السعر. وفي قصه دايما مضحكه جدا بحب احكيها في الحكايه دي. حصلت مع مصطفى اخويا. بره مصطفى اخويا كان راح لمحل بتاع هدايا. كان لسه خاطب بقى وكده. تمام. كان عايز يشتري دبدوب، عارفين الدبدوب بتاع الهدايا والحاجات دي. فكان عايز يشتري، كان خاطب بقى جديد بقى وبتاع، ما كانش عارف لسه. يلا الحمد لله كلنا عرفنا الحقيقه بعد كده. خلاص. فكان داخل يعني دخل يشتري من محل الدبدوب ده. خلاص. فقال البياع بكام الدبدوب؟ فالبياع قال له بكام؟ ب 56 جنيه. كويس. طيب مصطفى كان معاه صديقه اسمه كان ايام حامد. العز ده لسه والله. ده ايام العز ده، طبعا ايام العز، مين اللي بيقول؟ اه كان ايام العز ده. تمام. طيب كان معاه صديقه اسمه حامد. اول ما سمع 56 دي قال للبياع بكام؟ ونص. ب 2 جنيه ونص. شايفين الفرق؟ كويس. فمصطفى قال لك ايه؟ قال لك انا الف شويه في المحل يخلصوا على بعض ارجع يعني اشوف وصلوا لايه. لف فعلا شويه، رجع لقى البياع بيقول كام؟ 20 جنيه. 20 جنيه. تمام. بس حامد قال له ايه؟ هما 3 ونص مفيش غيرهم. الدبدوب ده خلص على كام؟ 5 ونص. خلاص. طيب في سر انا خبيته عليكم وانا بحكي لكم حامد ده القصه دي. مثلا. ايه؟ حامد ده ما شاء الله عليه جامد. اه لا حامد جامد فعلا. هو دلوقتي في السعوديه برضه. هو مصطفى في الرياض وهو في ابها. خلاص. ف ايه السر بقى اللي خبيته عليكم؟ اني لما حامد قال 2 جنيه ونص البياع قال كام؟ ب 20 جنيه. فجاوب مع الخصم أصلا. اه انا اسف انا اسف، ده انا قلت لكم الرقم ده، انا عشان صايم مش مركز. هو قال 8. 56 2 ونص قال 8. قال 3 ونص وصل ل 5 ونص. كويس. الفكره ان اول رقم قاله البياع هو ايه؟ هو ال 20. اول رقم وصل من البياع قال كام؟ قال 20. فعشان كده بقول لك ان سر قوتك في التفاوض هو ايه بقى؟ أول رد فعل. اول رد فعل. خلاص. اي حد يا جماعه بيقول كلام اول رد فعل منك هو اللي بيحدد اللي هيحصل بعد كده. بمعنى لو كان البياع قال، لما يعني قال 56 فحامد قال له ايه؟ ب 2 جنيه ونص. لو كان البياع قال له ايه؟ ابتسم مثلا كده وقال له طب بص واضح ان حضرتك بتحب تتفاوض مثلا، هقول لك على حاجه تعالى ناخدها نخليها 52. كده الدبدوب هيخلص على كام؟ 50 مثلا على على 40. بالظبط يا احمد. ابقى على 40. طب لو قال له خلاص نقول 45 هيخلص على 30. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ فهي اول رد فعل، انت اول كلمه بتقولها في التفاوض ايه. تمام. طيب يعني بالظبط زي ما حصل معايا القصه اللي انا حكيتها لكم قبل كده. ان انا العميل لما قال لي اسمه ايه ده، انا كنت بقول له الشقه ب 60,000. برضو الكلام ده ايام العز برضو. فبقول له الشقه ب 60,000. فقال لي ايه؟ قال لي هم 45. لما قال لي الرقم ده انا طبعا انا بالنسبه لي اخري الباشمهندس صاحب الشقه الله يرحمه قال لي ايه؟ قال لي اخرك يا احمد 55.
فانا لما سمعت قال لي 45 بعد ما انا قلت 60، بصيت له كده واعتبرت انه كانه ايه، كانه ما قالش حاجه. متخيلين؟ شايف رد الفعل؟ طبعا مش لازم تعملوا كده مع كل العملاء، انا خبطت خبطه كده وربنا سترها معايا يعني ما خلاص. فانت ايه يعني، تعامل مع الموضوع اللي هو ايه، ده رد فعلك بقى. فانا الرد الجمله البصه اللي انا بصيتها دي خلتني لما ارجع اتفاوض ابيع بالسعر اللي انا ايه، عايزه. اللي انا عايزه. خدنا بالنا؟ عشان كده بقول لك بقى ايه، ركز بقى معايا في الجمله دي: لا تتنازل بسرعه او بسهوله. ما تتنازلش بسرعه او بسهوله. خلاص؟ يعني انا مثلا لو عندي حاجه اقدر انزل من 1000 لغايه 800، خلاص، وعارف ان الاداره تقدر يعني تتفاوض لغايه 700، انزل ازاي؟ مم. انزل ازاي؟ هدي مثلا فعل أكبر بحيث إن هو يتواصل يقول أول رقم اللي هو الألف. لا انا ما اقدرش انزل سعر اكبر. ال1000 دي السعر بتاع الشركه. برضه في بياعين، يعني كويس انك انت نبهتينا لده اسماء، في بياعين ممكن ايه يبدا يحط ارقام من عنده هو. مم. فلا طبعا لو انت حطيت ارقام من عندك، ما انا بعد ما اقفل معاك التليفون وخير هسال، عليها بره. ممكن اسال عليك بره الاقي رقم تاني، ساعتها يبقى ايه اللي هيحصل؟ انا افقد مصداقيتي. فانا عندي سعر رسمي اللي هو بتاع الشركه، ده اللي بلعب بيه. تمام؟ طيب لو انا عندي هامش تفاوض، مثلا خلينا في المثال ده، عندي هامش تفاوض من 1000 لغايه 800، انزل ازاي؟ انزل 950، 950، 900، 800، 850. 850 فهمت قصدي؟ كده. كده. وبرضه ما انزلش بسرعه، يعني مش اول ما يقول لي ايه ده غالي قوي اقول له طب خلينا 950. لا مش بسرعه. طب انا هحسب، هفكر، هرجع لحضرتك. يعني في تكتيك ايه، الإدارة. في مجهود بيتعمل. كويس. طيب آه، اهم حاجه انك، طب خلونا ناخد الجمله دي، في جمله كده لطيفه ممكن نستخدمها في التفاوض. بنقول للعميل ايه اللي ممكن نديه للاداره بحيث ان احنا ايه نقدر ناخد بيه الاكسبشن ده. فاهمين قصدي يا شباب؟ ايه اللي ممكن نقدر نديه للاداره بحيث ان احنا نقدر ناخد بيه ايه الاكسبشن ده. الجمله دي يا جماعه فيها 4 فوائد. اكتب بقى معايا. اول حاجه، ايه اللي ممكن نديه عشان نقدر ايه ناخد. ناخد؟ معنى كده ان عشان حضرتك تاخد لازم تاخد الاول ايه، لازم تدي. لازم تدي حاجه. دي اول حاجه. اه. تاني حاجه، ان في فوقيه ايه، اداره. قرار. انا مش لوحدي، وفي مطور، والمطور فيه سيلز جوه، والسيلز عليهم مدير، والمدير فوقيه مدير. دنيا كبيره قوي سعادتك. بالمناسبه يا جماعه، العملاء لما بتلاقي في صعوبه في التفاوض، هل بيمشوا ولا بيتمسكوا بالبيعه؟ بيتمسك بالبيع أكتر. بيتمسك بالبيعه. طول ما في سيستم، ركزوا يا جماعه في اللي انا بقوله ده، طول ما في سيستم وفي ستراكشر فوقيه وفي اداره وفي خطوات وفي صعوبه، لا طبعا مش صعوبه معقده، يعني انت مش هتكلكعها، مش هتصعبها له، بس وجود سيستم ونظام وخطوات وستراكشر اداري والكلام ده، ده بيخلي العميل يطمن مش يقلق، وده بيخليه يتمسك مش يسيب، وبيخليه يشتري مش يبعد. ليه؟ لان طول ما في شركه وفي سيستم انا اثق فيك، لكن ما فيش سيستم والدنيا في البتنجان واي حد بيعمل اي حاجه، مش هثق فيك، اخاف منك. يعني انا شفت بياعين في حتى في العقارات، بس في مثلا شركات ضعيفه او كده، بيبدا يتنازل للعميل، العميل بيحصل له ايه؟ بيختفي ما بتشوفوش تاني. كويس. طيب برضو ده مش معناه ان انا بصعب على العميل، بس افهمه ان في ايه، في سيستم. اتفقنا؟ طيب تالت فايده، ان ده في الاخر ايه، اكسبشن، استثناء. ده في الاخر استثناء، مش ده الطبيعي.
خلي بالك برضو من حاجه، ما تقول ما تحسسش العميل ان الخصم طبيعي. اكتب الجمله دي: الخصم ليس الطبيعي. ليه بقى؟ عشان ما يتحولش، حتى لا يتحول الى حق مكتسب. حد خد باله من النقطه دي يا جماعه؟ ايوه. ما تخليش الخصم امر طبيعي، لان لو بقى امر طبيعي العميل هيتعامل معاه ان هو ايه؟ حق مكتسب، خلاص ده بتاعي، فهبدا ادور على اللي بعده. طيب هو ليه العميل بيعمل كده يا جماعه؟ يعني ليه بيمسك في حته الفلوس دي والتفاوض وعايز ياخد اكبر مكسب ممكن يحصل؟ هو ليه بيعمل كده؟ لان يا هو جماعه عايز يلحق كل كده. بالظبط، هو كل كلمه هيقولها في الحته دي هياخد خصم بيها يا سيدي 10000 درهم. هتقول لي 10000 درهم دي ايه جنب المليون؟ هقول لك في الاخر وفر كام؟ 10,000 ده. 10000 درهم. ده رقم ولا مش رقم؟ اه طبعا رقم. طيب انا بقى لو قلت كلمه خدت خصم 10000، اقول الكلمه ولا ما اقولهاش؟ أيوة. ده انا اقولها واغنيها وارقص عليها واعمل كل حاجه، يعني ما في ايه يا جماعه؟ ده 10000. فهمتوا قصدي يا شباب؟ عشان كده العملاء بتتمسك، العملاء بتوع الكاش باك والعملاء بتوع الحاجات دي بيتمسكوا بالكاش باك، بيتمسك بالمش عارف كذا. احنا ما اتكلمناش على الكاش باك في الاعتراضات صح؟ لا. طيب انا بنتكلم عنها ان شاء الله. خلاص. فهو بيتمسك بالفلوس دي. طب يا ابني ده انت باصص على دي وسايب كل ده. اه. ليه؟ لانها فلوس. فالاعتراضات يا جماعه في التفاوض، اسف، لازم اكون انا فاهم انا كمان اني ما ينفعش ان انا اتعامل مع الخصم ده ان هو امر طبيعي. لا، ده حاجه معموله مخصوص علشان نحاول نزود كذا كذا كذا. تمام. رابع فايده، حرف الجمع. ناخد. نقدر ناخد احنا الاثنين ايه مع ناخد. بعض. اخر حاجه بقى، لا تتسول، ما تشحتش يعني. ايه بقى لا تتسول دي؟ خلاص، اللي هي الجو بتاع ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه. انا لو جبت لك الخصم ده، انت كده بتاذيني. ده بيتاخد من عمولتي. طب عايزين نقفل بقى عشان خاطر ايه؟ انا فاضل لي يومين واخد واعمل التارجت. اي جمله من الجمل دي بتضيع منك العميل. لان العميل ساعتها بيحس ايه؟ ان الموضوع ما بقاش بيع وشراء احترافي، بقى عشان خاطري. فهمتوا قصدي؟ فدي كارثه كارثه كارثه. تمام. طيب أه هقول لكم على حاجه. نقول خصم 10% ولا خصم 100000 درهم؟ 100000 درهم. 10. 100000 ده. ماشي. عايز اسمع ارائكم. هو 10%. 100000. 10% ولا 100000 درهم يا شباب؟ 10%. 10%. طيب هي 100000 درهم لا مش بشكل واضح جدا. ليه بقى؟ لان 100000 درهم الرقم بقى ايه؟ كبير. 100000 درهم. لكن 10% هي ستيل 10%. بص انا الكلمه. استفدت الزحمه بعدين. قول. انا استفدت الاسلوب ده برضه بعرض هيوفر اكتر من 100000 درهم، وبعته فعلا للعملاء ما بتردش على الواتساب ولا اتصال، وبدا منهم اللي يتفاعل ويرد عليا جميل، بالظبط كده. بالظبط كده. فهي الكلمه بتاعت يعني ايه كلمه الجي ان دي؟ الجي ان دي حاجه اسمها جاست نوتسبل ديفرنس. ان دايما يا جماعه لما اجي اقول حاجه اخد بالي ايه الكلمه اللي بتفرق. يعني انا ممكن اقول مثلا ايه سعر اقول سعر المتر او سعر القدم، ولا اقول سعر التوتال الوحده. فهمتوا قصدي؟ الحاجات اللي شبه كده. لما اجي اقول مثلا خطه السداد او نظام التقسيط، اقول بالشهور ولا اقول بالسنين؟ لو اقدر اقول بالشهور يبقى افضل. يعني 5 سنين تبقى كام؟ 72 شهر.
بقت 60 شهر، اسف، تبقى 60 شهر على 6 سنين تبقى 72 شهر. بص بقت ايه؟ 72 شهر. ولو ان 5 سنين و6 سنين ارقام كبيره برضو، يعني السنه كبيره برضو. كويس. فانا لازم اخد بالي ايه الحاجات اللي تفرق في الارقام. خدنا بالنا؟ طيب، في بقى واحده من اقوى واشهر وافضل طرق الاغلاق، حاجه اسمها الدليل الاجتماعي، السوشيال فاليديشن او السوشيال بروف. كويس. وطبعا اكتر واشطر حد بيستخدم التكنيك ده البياعين بتوع المواصلات العامه، في المترو، في الاتوبيسات، في الشوارع كده يعني. انه بيعمل ايه؟ بيدخل مثلا في المواصله العامه وقدامه عدد كبير من البشر، يقعد يتكلم يتكلم، بعد ما يخلص العرض يروح ايه؟ مشاور على حد معين، ممكن يكون شاور له او ما شاورش. يقول له جاي لك يا استاذ، جاي لك يا باشمهندس، جاي لك يا استاذنا. لو مثلا بيبيع حاجه تنفع ولاد وبنات، جاي لك يا عروسه، جاي لك يا انسه، جاي لك يا مدام. بص هو بيعمل ايه كده؟ ايه الفايده يعني؟ تفتكروا ايه الفايده من اللي هو بيعمله ده؟ هو بيعمل كده ليه؟ هو بالشكل ده هو بيحرك اللي جنب منه اصلا، يعني لو في حد قاعد جنب منه امم بيحركه اساسا، يقول لك طب بدل ما يمشي انا اخد الحاجه اللي انا عاوزها دلوقتي. ليه؟ ليه؟ لانه بيحسسك ان عليه ديماند، عليه طلب. خدت بالك؟ بيحسسك انه عليه ايه؟ عليه طلب، ان انا في ناس كتير عايزه تشتري مني. فاحنا كبشر، احنا كبشر ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ايه؟ وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربنا خلقنا مجموعات. ربنا خلقنا زي ما يعني في استاذ في التسويق اسمه سيث جودن. سيث جودن ليه كتاب اسمه ترايبس. ترايبس يعني ايه؟ مجموعات، فرق. خلاص. وكل واحد فينا بيحب الفرقه بتاعته. يعني انا دلوقتي مثلا مصري فبحب المصريين. انا مصري في دبي فاحب المصريين اللي في دبي. انا مصري في دبي بس انا مهندس، احب المصريين اللي في دبي اللي مهندسين. حد خد باله يا جماعه؟ كلنا ايه؟ مجموعات. طب انا سوري في دبي وانا اصلا دكتور، احب السوريين، مجموعه السوريين احبهم، الدكاتره احبهم، والعرب هحبهم. حد خد باله يا جماعه ان كل واحد فينا بينتمي لايه؟ مجموعات. فانا لما اقول لك ان في واحد شبهك، يعني هو ليه بيقول كلمه باشمهندس ويا استاذ ويا كابتن البياع، وليه بيقول لها يا عروسه ويا انسه ويا مدام؟ علشان اللي شايفه نفسها عروسه تحس ان في عروسه شبهها اشترت. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ هو بيجيب حد شبهك ويبدا ايه؟ يلعب على المشاعر دي. خلاص. طبعا في جمله بتقول ايه؟ ان التصرف يبقى او بيبان صحيح طول ما في حد ايه؟ غيرنا عمله. وده السر يا جماعه اللي بيخلينا كلنا كبشر بنلبس شبه بعض. يعني ليه كلنا مثلا في سنه معينه، يعني لبس ال 2005 او 25 هتلاقيه مختلف عن لبس 2015، مختلف عن لبس 2005، مختلف عن 95، مختلف عن 85، مختلف عن 75. الموضات والقصات والشعر واللبس والشوز طب ليه احنا كلنا بنلبس ايه؟ شبه بعض. كلنا بنلبس شبه بعض. كويس. طيب، ايه امثله ده؟ ازاي نقدر نستفيد منه؟ طبعا اول حاجه، حاجه اسمها قصه النجاح، دي هنتكلم عنها كمان شويه. تمام. هي بسمه سابت بسمه نعم. راحت فين؟ ايوه، ازيك يا بسمه؟ عندي ماشي. صرف. تمام. طيب، انت بعتي، كانت معاكي ساره معاكي ولا كانت مين معاكي؟ سارة معايا. اه تمام، الحمد لله. هي بسمه بتجيبي كاميرا عليها، مش مهم بقى اي حد تاني يعني، مش تمام. تمام. انا يعني انتوا عارفين انا بهدي النفوس يعني. خلاص. طبعا كلكم منورين طبعا. ماشي. فالفكره يا جماعه فكره ايه؟ ايه الامثله لده؟ ان انا اقول مثلا ان المشروع ده يعتبر من اسرع المشاريع مبيعا. المطور ده محقق نجاح كبير جدا الفتره الاخيره. دي امثله. خلاص. ان الناس كلها دلوقتي بتفضل المسبح الداخلي. الناس كلها بتحب المساحات الصغيره. عارفين يا جماعه الجمل دي؟
فانت بتحسس العميل ان في طلب كبير على المنتج ده، او في طلب كبير على المشروع ده. طب بص، فطالما في فط... ده وقت استخدمه بيكون في جذب الانتباه، يعني في لا، الاول. هنا مم. هنا في الكلوزنج احنا بنقفل البيعه، خلي بالك. مم. فالبياع العميل بيبقى على تكه، على خطوه، على زقه. فالزقه دي ممكن تكون ايه؟ انك تقول للعميل، يعني أنا مثلا في قصه شهيره دايما بحكيها، ان انا في مره كنت في شركه ببيع الخدمات التدريب بتاعتي لشركه، هي شركه دعايه واعلان. فالراجل حرفيا مش مقتنع بالتدريب خالص، وقاعد بقى ايه، رايح جاي رايح جاي وقرفني. وانا بقفل الكلام، فقلت له طب اقول لحضرتك على حاجه، انا بالنسبه لي الحمد لله ان شاء الله انفذ مع حضرتك التدريب زي بالظبط ما عملت في شركه طيبه وشركه ايس. شركه طيبه دي هي لغايه النهارده اكبر شركه بتطبع الاجندات في مصر. تمام، مصنع ضخم جدا في العباسيه عندنا في مصر. خلاص. وهي اكبر مصنع موجود لغايه النهارده. عارفين الاجندات اللي هي السنويه دي؟ عارفينها؟ فدي اكبر مصنع بيطبعها، فكل شركات الدعايه والاعلان عارفينها. وشركه ايس شركه قويه جدا وصغيره بس بتطلع. اول ما سمع اسم الشركتين دول، لقيت الراجل اللي كان يعني قافل معايا قفله السنين، قال لي حضرتك فاضل الاسبوع الجاي. متخيلين؟ الراجل اللي كان هو قافل تماما فجاه اتفتح ليه؟ انه شاف غيره وعمل. حد ايه؟ شبهه. حد شبهه هو اللي ايه؟ اللي اشترى مني. تمام. ودي بقى حاجه اسمها قصه النجاح. قصه النجاح دي ايه بقى؟ برضو ان انا ما اقولوش مثلا يعني انا قلتها له كده، انا اشتغلت مع طيبه وايس. لا، ده انا كمان الافضل اقول له ايه؟ ده انا اشتغلت مع طيبه، وكان هناك فريق مكون من 25 بياع. وعايز اقول لحضرتك ان اول خطوه قعدت مع الاستاذ سامح عبد الرشيد اللي هو مدير التسويق هناك. وهو حد ما شاء الله ممتاز جدا وقوي جدا. وعايز اقول لك ان هو قال لي انا اخترت حضرتك بالاسم. كده انا بحكي ايه يا جماعه؟ قصه. بحكي قصه، بحكي حدوته. كويس. فانا لما احكي عن عميل اشترى مني، مش لازم طبعا يا جماعه يكون اشترى مني انا، يكون اشترى من الشركه، يعني حد من زمايلي. خلاص. ما احكيلوش مثلا، ما اقولوش ايه ده في طبعا لازم اختار حد يكون ايه؟ شبه العميل. يعني انا بيشتري مني دلوقتي الراجل ده مستثمر من مصر، يبقى اكلمه عن مين؟ المستثمرين اللي من مصر. ما اكلموش عن دكتور سعودي مقيم في امريكا. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ يعني بلاش الايه اللخبطه دي. طب انا ببيع لدكتور سعودي، ابيع له لدكتور سعودي. طب ببيع لازم اجيب له واحد من امريكا يعني شبهه؟ لا، مش شرط، على قد ما اقدر اقرب. فانا عندي دكتور، ادي وظيفه، مكانه، نوع الطلب بتاعه، طبيعه اسرته، دي كلها صفات ادور عليها. فانا مثلا عندي واحد مهندس مصري في الشارقه، فانا عايز ابيع له حاجه في دبي مثلا. او مهندس مصري عايز يشتغل في دبي. ممكن اجيب الاثنين شبه بعض؟ ممكن. ليه؟ الاثنين مهندسين، بس الاثنين عايزين ايه؟ خلي بالك، تمام. هم مشتركين في صفه ثالثه، ان هو او مشتركين في صفه ثانيه، انه عايز يسكن، عايز يستثمر. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ فانت البياع الشاطر يحاول يجيب الصفات الاقرب على قد ما يقدر، على قد ما يقدر. تمام. ويوصف الرحله. يعني العميل ده على فكره، وعايز اقول لحضرتك ان هو وزوجته خدوني بقى تفاصيل، يعني طلعوا روحي. لو انتوا طبعا انتوا كويسين، مين اللي قدامي؟ طيب انا ممكن اديكم كده حته، بس ممكن تبقى تستخدموها في الشر او تستخدموها في الخير. فاقول لكم عليها قبل وربنا الحته يستر. ايه؟ قبل الحته قول قبل إيه الحته. النجاح ده للي شغال جديد في المجال؟ يعني بالنسبه لي انا لسه ما عملش ديل. انا احكي له قصه نجاح اه. لسه ما نجحش. قصتي. لا انت، لا يا سيدي، انت نجحت يا سيدي ان شاء الله وكل حاجه. في ايه مالك بس؟ يحكي قصتنا احنا يا استاذ احمد، يعني ايه؟ زمايله يحكي ايوه ايوه زمايله ويقول بالظبط. علينا. خد الحواديت بتاعتنا كلنا بقى، يعني من اول طبعا انت عندك باشمهندس وئام تاريخ.
ما شاء الله. فانت تاخد من اول باشمهندس وقام كده يعني. باشا انت ايه الحواديت اللي عندك؟ ايه القصص اللي عندك؟ انا مش سامع، انتوا بتتكلموا مع بعض ولا بتعملوا ايه؟ مش فاهم، مش سامع لا حاجه. معاك يا هندسة، هو بس في اه حد. لو عايزين تتناقشوا معايا والله انا عايز اسمع، والله عادي، بس اسمعكم يعني. تمام طيب. فانت عندك من اول باشمهندس تمام. وقام لغايه كل الشباب في الشركه، خد القصص بتاعتهم. ساعتها مش هتقول له انا بعت، خلي بالك، خليك صادق. خليك صادق، تقول احنا عندنا في الشركه بتاعتنا بنعمل كذا. تمام طيب. تمام. ايه بقى الحته اللي كنت بقول قبل، الحته الشريره، قصدي الحته اللي ممكن تستخدموها في الخير او في الشر. لو انت عايز تكذب كذبه واللي قدامك يصدقها، قول تفاصيل صغيره آه، محرجه. اكتب دي تفاصيل صغيره محرجه. خلاص. يعني ايه كلمه محرجه؟ ما انت مش هتشتم نفسك، لا. يعني مثلا ايه؟ بتحكي. العميل ده طلع روحي، العميل ده كان متعب جدا، العميل ده خلاني سهرت معاه لغايه تاني يوم قاعدين بنتناقش ونبعت في كذا ونشوف في حاجات اوبن ولا لا، ونراجع مع المطور واتكلم معاه واتكلم مع السيلز ونطلع وننزل. طب ليه؟ لان طبيعه البشر. طالما قلت لي ديتيلز كده خاصة يبقى انت صادق. بالظبط كده، طالما قلت حاجات خاصه يبقى انت غالبا صادق. تمام. طبعا تستخدموا الكلام ده في الحقيقه، ها ما هاخد ذنبكم انا. انا قلت وابريت ذمتي امام الله، بس كده. لو قلت التفاصيل قلت الخطه اللي مش عليها. انا قلت الخطه، عارف انت زي الشيطان كده. زي الشيطان بالظبط، قال لك الخطه وبعدين قال لك ايه؟ انا ماليش دعوه. تمام طيب. فايده القصص ايه؟ فايده القصص، القصص يا جماعه جميله جدا، بتشد العقل، بتسهل بسط الافكار، بتشرك العقل كمان معاك، يعني بتجذب الاهتمام، اهتمامك بيتشد. واحنا في اخر البيعه، فانا عايز الاهتمام ولسه مكمل معايا. بت بتشرك العقل، تخليه يشتغل معاك في التفكير، بتبسط الافكار، الحاجات المعقده بتتبسط اكتر، بتحرك العواطف لو استخدمت فيها ايه؟ العواطف. ما انت لو انت ما جبتش سيره العواطف، ما جبتش سيره المشاعر، القصه مش هتبقى فيها مشاعر. تمام طيب. علشان بنستخدم مشاعر، بتعمل ايه بقى المشاعر؟ بتصنع ذكريات. تمام طيب. بصوا يا جماعه، اي معلومه في الدنيا، معلومه زائد مشاعر بتلزق في الذاكره. اي معلومه في الدنيا، معلومه زائد مشاعر تلزق في الذاكره. خلاص. عشان كده طبعا ايه؟ البنات ما بينسوش حاجه ابدا، زي ما كلنا عارفين طبعا. خلاص ليه بقى؟ علشان هي يعني بالنسبه للولاد هي بتبقى يعني افكار وفي شويه مشاعر. البنات بقى هي مشاعر وفي شويه مشاعر افكار. أكتر. في افكار، مشاعر كتير قوي، في شويه افكار في النص كده. فكل ما بتتكلم معاها في حاجه تلاقي ايه؟ الذاكره قاعده بتلزق. بسم الله ما شاء الله. خلاص. ربنا يهديكم يا رب. تمام طيب. علشان القصه بتصنع ذكريات، ساعتها بيحصل لها ايه؟ هتكلم. بتنتقل بين الاخرين. ما هو انا مش هرجع لزوجتي اقول لها اصل في شقه حلوه قالوا لي عليها، لا. ده انا ارجع اقول لها ده في واحد شبهنا بالظبط اشترى منهم. حد خد باله ان الموضوع بيتحول الى انها حاجات اعرف انقلها؟ ما القصه سهله بسيطه، القصه سهله وبسيطه. بالمناسبه يا جماعه، في ناس بتعرف تبيع كويس جدا بالقصص بس شغال حواديت، بيحكي حواديت. دي حاجه اسمها ستوري تيلينج. وتقدروا يعني حتى لو انتوا عايزين تذاكروا بعد الكورس ده، ذاكر وتعلم ازاي تبيع بالستوري تيلينج، حكايه القصص. ده بقى ترند دلوقتي. انا بدرس الكلام ده بقالي اكتر من 11 سنه،
دلوقتي بقى ترند في الماركتينج وفي السيلز وفي الكلام ده كله، ازاي تبيع بالحواديت. والسوشيال ميديا دلوقتي والكونتنت اللي بيتكتب على السوشيال ميديا هو كله عباره عن ايه؟ قصص. عن حواديت وقصص بالظبط. ان فلان عمل كذا فرح. لو انا عملت كونتنت مثلا ريل او فيديو او كده عباره عن خبر او معلومه، هتلاقي ناس مش مركزه. لكن لو انا حكيته بشكل قصه تلاقي ناس ايه؟ الناس بتحب الحدوته. مركزة. خلاص. حتى يعني طبعا قبل كل الافكار وكل العلم وكل الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى لما حب يعلمنا ويدينا امثله. تلت القران تلت القران هو عباره عن قصص. تلت القران قصص. وحتى الكتب المقدسه اللي مكتوبه قبل كده، خلاص طبعا فيها حصل حاجات ولخبطه وحاجات زي كده. حتى الكتب دي برضو كلها كانت قصص. ودي حاجه يعني واضح انها ناموس ثابت من عند ربنا سبحانه وتعالى ان كل الحاجات دي ايه؟ قصص. تمام. احنا طيب مديرنا اي حاجة بنكتب لنا قصة فيها بس صح. الايه؟ مديرنا ما يقعد معانا اي حاجة يشرحها لازم قصة عشان بالظبط ننتبه كده. ونركز اكتر. ربنا يبارك لنا في باشمهندس وئام والاساتذه كلهم، استاذ جنيدي واستاذ وجدان. آمين. خلاص. تغير. هي كمان بتغير المعتقدات برفق. القصص يا جماعه بتغير المعتقدات. لو انا عايز اغير افكار العميل، عايز اخليه ما يخافش من حاجه زي القصه اللي حكيتها لكم. ان انا طب انا اصلا طول الوقت بقعد اقول لكم انا لما عملت كذا، اصلا انا لما سويت كذا. انا طول الوقت برضه انا كمان ايه؟ بحكي لكم قصص. خدنا بالنا. استاذ وجدان مثلا كان حضر معايا في الاداره. فاكر يا ريس؟ معايا وجدان. اه يا مدير فاكر. تمام. ففي كورس الاداره مثلا كل نص الكورس بقى بدي قصص، بحكي قصص. وده اللي كان بيثبت المعلومه، بيوصلها للمديرين ووصل للناس. صح كده؟ طيب. مظبوط. تمام. كمان بتغير المعتقدات، بتتجاوز المقاومات والاعتراضات، بتقنع بشكل داخلي بدون تدخل منك لانها تصنع نمط منطقي. طيب. كل الكلام ده جميل، المهم انك انت تحكي القصص ببعض التفاصيل الصادقة. طيب ينفع وانا بحكي ألف؟ لا. لا. ليه؟ لان ممكن العميل يجيبك. يسألك ممكن فيها. يجيبك تقول له مثلا اصل المهندس ده كان في الحتة الفلانية، يقول لك اسمه ايه؟ شغال في قسم ايه انا حصلت معايا يعني. انا في مره كنت بحكي حدوته كانت حقيقيه طبعا الحمد لله. خلاص. الراجل جابني يعني قال لي فلان ده انت عرفته منين؟ قال لي ده. قلت له ده فلان. قال لي تمام. ولقيته قفش. طلع ان الاثنين دول صحاب بقالهم 30 سنه. يعني اصحاب بقالهم 30 سنه بيتقابلوا كل يوم. يعني هو كان نازل من عندي رايح يقابله. وانا كنت بتكلم عنه براحتي طبعا الحمد لله. أنا كنت فعلا قابلته واشتغلت معاه فعلا. لو كنت ما حصلش ده كنت اتروقت يعني. خلاص. والعميل اشترى الحمد لله. خلاص. طيب فانت استخدم كلماتك، صوتك، جسمك، مشاعرك، استخدم كل حاجه. كل اللي تقدر تستخدمه استخدمه. تمام. بالمناسبه برضو القصص بتحب انك تحكيها تبقى دمها خفيف. يعني حاول تخففها بالدم الخفيف. بالمناسبه برضو عشان تقدر تظبط حاجه اتدرب عليها. اتدرب عليها. يعني ايه اتدرب عليها؟ يعني تفتح سبيكر وتقعد تحكي القصه وتقعد تسمع نفسك وانت بتقولها. اسمع وتدرب وطور من نفسك. في كلمة دايما بقولها: أول حد لازم يسمعك هو أنت. ما تستناش إن مديرك هو اللي يسمع مكالماتك. اسمع أنت مكالماتك. سجل لنفسك. هتلاقي فيه بلاوي يعني هتتبسط. هتتبسط إن شاء الله. خلاص. طيب. برضو من ضمن طرق الإغلاق إنك تتكلم عن الموثوقية. يعني إيه الموثوقية؟ يعني مين المطور؟ مين اللي معاه؟ مين البيوت الخبرة؟ مين اللي عمل نفذ كام وحدة؟ عمل ايه فين؟ وصل لايه ازاي؟ الارقام والتفاصيل والكفاءات الخارجية والداخلية بتفرق جدا في الكلوزنج برضو. طيب لو انا عندي اوفر محدود، عندي فرصة محدودة مش اوفر، عندي فرصة محدودة. يعني ايه فرصة محدودة؟ يعني عدد محدود من الوحدات، او مثلا عرض لمده محدوده. يا اما عدد يا اما وقت.
هنا ده اسمه الندره، خلاص، او السكارستي. ايه بقى السكارستي او الندره؟ هي فكرتك انت يلا الحق اشتري دلوقتي. فانت لازم يكون مع الندره، لازم يكون مع الندره مكافاه، لازم يكون مع الندره مكافاه، ولازم يكون ليها سبب وجيه ومفهوم. يعني زي ما قلنا اننا عايزين نبيع اكتر، فساعتها بيبقى مقنع اكتر، ولا في عندي اوفر وعندي فرصه محدوده وخلاص؟ لا، انا عايزين نبيع اكتر، او عايزين اللي يستفيد اكتر عدد ممكن من الفرصه الموجوده دي. طبعا ما تضغطش وما تهددش اكتر من اللازم. كتير من البياعين يجي في الحته دي ويعمل ايه؟ يبوش جامد، يلا اشتري دلوقتي. ايوه انا يا عم انا لسه واخد بالي من الموضوع، بالراحه. لا يعني قول له انا عندي فرصه حلوه جدا وخايف انها تفوت منك، خايف انها تفوت منك. اكتب الكلمه دي، خايف انها تفوت منك. الكلمه دي بتحسس العميل بايه؟ اولا انها فرصه، ثانيا انا خايف عليك. بصوا يا جماعه، دايما دايما دخلوا المشاعر في بعض، وزودوا قوه الكلام بالدمج، انك تدخل كذا حاجه مع بعض. فانا خايف انها تفوت منك، فرصه خايف انها تفوت منك. الجمله دي تخلي العميل يحس بايه؟ اولا انها فعلا فرصه، ثانيا انك انت خايف عليه. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ فانا ممكن اكذب حاجه واصدق حاجه، او اصدق الاثنين. فهمتوا قصدي؟ طب طيب ممكن أستاذ أحمد بهاي الحالة قول. العامل يقول لك مو نصيبي؟ إذا قلت له أنا مثلا خايف إنك تفوت، خايف إنها تفوتك الفرصة أو الشيء، ممكن يقول لك طيب مش نصيبي، بستنى فرصة تانية. تمام، حلو جدا. ساعتها نقول لك، تقول له ايه؟ طيب هو ممكن فعلا، اللي هي العملاء لديهم اختيار اخر، اللي هي فكره ايه؟ فعلا ممكن يبقى في فرصه تانية بس انا ما اعرفش تفاصيلها. فالعميل هنا يحس بايه يا جماعه؟ ان لا ده يعني احتمال، ومش، لا طب ما انا مش عرفني ان الفرصه الجايه تبقى زي اللي هتفوت مني. حد خد باله؟ طيب الجمله اللي بتقولها سراء دي طبعا جمله مهمه جدا، لان في بعض العملاء فعلا في اللحظه دي بتاعت الشراء وكده يقول لك ايه، يعني فجاه تلاقيه إيه؟ الايمان بالقضاء والقدر والتقوى والورع، والعارفه كل حاجه، وبعدين اصلا صلاه استخاره اه فما استريحتش. عارفين الجو ده؟ ويروح يصلي ثلاث أربع ده مرات انا ويرجع. مره في عميل كان بيقول لواحد من ولادي، اصل انا النهارده الصبح كنت بفتح الباب الشقه فعصلج معايا، يعني المفتاح عصلج وقف شويه. يعني كده انت خلاص، يعني بقت علامه مثلا، يعني حضرتك محدث وملهم من، يعني مش فاهم انا يعني. خلاص فساعتها ساعتها طبعا بنقول ايه؟ العميل لما بيبقى كده، طبعا ده هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. طبعا لا لا، يعني انا مع حضرتك، بس انا يعني نسيب حته النصيبي ومش نصيبي دي. يعني محدش يخش في الحته القدريه دي ويقعد يقول له ايوه حضرتك بس احنا كلنا لازم ناخد بالاسباب. ما تناقشوش في النقطه دي، لان هو طالما قفل في الحته دي ما تخشش فيها. نخش فين بقى؟ خلينا نتكلم بشكل مادي، ماتيرياليستيك، مادي بحت. اللي هو ايه؟ طب حلو، انا طبعا مع حضرتك وربنا يبارك فيك، وانا مش عايزك تستعجل عشان تاخد مش عايزك تستعجل. اول ما تحسس العميل انك مش فارق معاك، العميل بيتمسك بيك اكتر. يعني بصوا يا جماعه في الخطوات دي، ده نتكلم عنه السلايد الجايه، السلايد الجايه. طب يعني هنتكلم عنها، ما تقلقوش، هنتكلم عنها هو على طول. كده بيفضل يصلي استخارة يعني دلوقتي اللي ايه انت بتقوله. بتقول انا ايه؟ كل شوية يقول لي اصلي استخارة اصلي استخارة يعني. هو على فكره بالمناسبه حتى في السنه مثلا، تكرار صلاه الاستخاره مش سنه. مم. انتوا عارفين ده؟ يعني هي صلاه الاستخاره تتعمل مره او اتنين، مثلا مره او اتنين او ثلاثه بالكتير، لكن التكرار ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد من الصحابه. يعني ما حدش كان ابدا بيكرر صلاه الاستخاره كل شويه يصلي استخاره. هي بتصلي صلاه استخاره وبتتوكل على الله. اللي يجي معاك بيجي، اللي ما بيجيش خلاص. فهمت قصدي؟ فهي وبرضه في ناس فاكره صلاه الاستخاره دي ان انا اصلي وانام احلم تجي لي رؤيه
ده مش ما وردش برضه. يعني هي صلاه الاستخاره بصلي واتوكل على الله، اي حاجه فيهم. يعني لو يعني مثلا أنا دلوقتي بفكر اشتري ولا ما اشتريش، انا مش عارف، بصلي صلاه استخاره اروح بقى الشركه، اروح اعمل حاجه. انا في مره يعني احكي لكم على حاجه برضو بسرعه. انا في مره كنت بصلي استخاره على ان انا ادخل شراكه مع بيزنس معين. خلاص، خلصت الصلاه حرفيا، خلصت الصلاه قعدت على المكتب، فكنت بتكلم مع حد في شركه تانية، لقيت نفسي ماسك العقد كان قدامي، رحت مقطعه حرفيا. يعني لقيت نفسي ايه وانا بتكلم كده، اتعصبت شويه في المكالمه، رحت بقطع العقد. بس يعني دي اقوى حاجه ممكن تظهر في الاستخاره، انك تتصرف التصرف ده. كويس. طبعا الاستخاره دي حاجه جميله، يعني من الحاجات الجميله ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا يعني. تمام يا باشمهندس، بس في النقطة دي احنا المفروض نخلي العميل يثق فينا أكتر، صح؟ يعني اه، اه ما انا هقول لك، هتعرفي بقى السلايد اللي بعد الجايه دي مهمه جدا جدا جدا. تمام، هقول لكم فيها. طيب زي ما قلنا ما تضغطش وما تهددش اكتر من اللازم. ممكن يكون في عرض تاني بس انا ما اعرفش ايه تفاصيله. كويس. طيب اخر حاجه اسمها اظهار الخساره المحتمله. يعني لو ما اشتريتش دلوقتي هيحصل ايه؟ خلاص، لو ما اشتريتش دلوقتي هيحصل ايه؟ زي ما قلنا في حل الاعتراضات، فاكرين الاعتراض بتاع انا عايز اشتري بس مش دلوقتي؟ فاكرين الاعتراض ده؟ أيوة. هو ده بقى استخدمه يلا تاني بقى، اللي هو ايه؟ ان حضرتك لو ما اشتريتش دلوقتي الاسعار ايه؟ هترفع. الاسعار هتزيد، والمميز هيقل، نظم السداد هتبقى اصعب. خلاص، عايز تقول زي ما احنا اتناقشنا في الموضوع ده المحاضره اللي فاتت، صح؟ فعايز تقول الاسعار هتزيد، بس قول اللي انت عايزه، بس وصل للعميل ان اللي جاي هيبقى اصعب من اللي فات، وان الاسعار هتزيد. تمام. وكلنا يا جماعه، انا دلوقتي بتكلم على عقارات دبي. عقارات دبي يا شباب، وانت قاعد دلوقتي، هل في اوفر انت بعته السنه اللي فاتت كان نفس الاوفر ولا سعر اعلى؟ سرقة. كان سعر اعلى. السنه اللي قبلها كان سعر اعلى. السنه اللي قبلها كان سعر اعلى. طب ليه مش هي نفس المنتج؟ يعني مثلا اللي مقيم بقى في دبي، مش نفس الاكل بنفس السعر؟ الزيادات كانت حاجات بسيطه. الشباب اللي في دبي معايا يا اولاد، مع حضرتك يا مهندس. سعر الاكل والشرب خلال السنين اللي فاتت بيزيد بنفس العنف ده؟ لا لا. لا لا. لا. خلاص. لا، ايه اللي بيزيد بالعنف ده؟ العقارات بس. ليه؟ لان الناس شغاله بتهجم، الناس بتزيد في الطلب. انتوا عارفين دلوقتي ان المؤشرات العالميه بتقول ان دبي بقى فيها عدد اكبر من السكان وفيها فرص عمل اقل. يعني السكان كتيره، عدد السكان كتير، والتنافس بسبب الكثافه السكانيه الكبيره بقى التنافس على الوظائف اعلى. تمام. فعشان كده يا جماعه، بالمناسبه دي حاجه كده يعني بهمس بيها بيني وبينكم، ومحدش من الاداره سامعني، يعني نعتبر كده يعني. خلاص، امسكوا في وظائفكم، طوروا من نفسكم. ده لينا كلنا يا جماعه، اي حد فينا لازم يطور من نفسه، لازم يمسك في شغله، لازم يركز اكتر عشان سعره يبقى اعلى، عشان تقدر تطلب مرتبات افضل وتاخد عمولات اكتر وتعمل دخل احسن. الانسان يا جماعه قيمتك الحقيقيه مش انت بتقبض كام، قيمتك الحقيقيه امكانياتك ايه، عشان كده بتقدر تقبض كام. خلاص يا جماعه. فانت كل ما تزود من امكانياتك وقدراتك، كل ما تقدر تقبض اكتر، وبالتالي حساب البنك بتاعك بيزيد. خلاص. انا يا جماعه في فتره من فترات في حياتي كان عندي مشكله، ازمه ماليه، وانا جوه الازمه الماليه دي انا بيني وبين نفسي ما كنتش يعني ما كنتش متضايق. عارفين؟ عشان طبعا عشان مؤمن بقدر ربنا سبحانه وتعالى طبعا اولا واخيرا. تاني حاجه كنت بقول لنفسي ايه؟ انا معايا ايه؟ معايا دراعي، معايا مخي. في ازمه ما فيش ازمه، بكره الصبح ربنا يرزقني.
فهمتوا قصدي يا جماعه؟ فركزوا في الحاجات دي الله يخليكم. يعني طور من نفسك، طور من ادائك، طور من تفكيرك. تمام؟ ما تقفش في حته معينه، ما تقولش انا كده تمام. طور من نفسك. طيب دي طرق الاغلاق اللي احنا قلنا عليها: الافتراض المسبق، وخطوات الشراء، وتاثير الخصم، والمفاوضات، والدليل الاجتماعي، والخساره المحتمله. هل هتستخدم كل ده زي ما قلنا؟ لا. اللي يجي في سكتك، يعني اللي يجي معاك كده تلاقيه ماشي معاك تستخدمه. تمام؟ طيب نيجي بقى في اخر حاجه نتكلم عنها النهارده ان شاء الله، حاجه اسمها قياده العمليه البيعيه. كويس؟ طيب في كتاب من الكتب اللي يعني غيرت تفكيري تماما في حياتي، كتاب اسمه بطأ نفسك تبيع اسرع، سلو داون سيل فاستر. يعني بص الجملتين، يعني كلمتين عكس بعض: بطأ وايه؟ واسرع. مش تحس ان هم عكس بعض؟ في الحقيقه لا، مش عكس بعض، بيكملوا بعض. وهديك مثال: لو انت مثلا على شارع رئيسي كبير، تمام، وقررت انك تعدي الشارع ده، طبعا ده غلط ما تعملوش، بس انت مضطر تعدي الشارع، هتجري بسرعة ولا تمشي بالراحة؟ بسرعة. بسرعة. ماشي. ما هو انا عشان كده عرفت يا سراء انت بتعملي في نفسك كده ليه. انت بتقولي بسرعة يبقى هتودينا في داهية كلنا. اه شارع رئيسي همشي ازاي بس اشمعنى بسرعة؟ نمشي براحتنا عشان لو انا بجري ناخد بالنا من طب واحدة واحدة، العظمه اسماء. بتاعتنا. بالظبط كده، قولي يا اسماء. يعني انا همشي بالراحه زي انا بعدي سكه طريق طويل مثلا، همشي بالراحه بحيث ان هو يقف، انا بمشي بالراحه. لكن لو انا ماشيه بسرعه وهو ماشي بسرعه، لا هو هيعرف سرعتي ازاي ولا انا هعرف سرعتي ازاي، فانا هتخوف. ماشي. طيب بصي، هو انا بتكلم انا ماشي برجليا وفي عربيات بتمشي، فطبعا افضل حاجه ان انا امشي بالراحه. ليه؟ استني بس يا ساره، انت مش عاجبك الكلام ليه؟ طيب لا اله الا الله، مش عاجبها الكلام. خلاص، امشي بالراحه. ليه بقى؟ لان انا لو مشيت بسرعه، ركزوا بقى في الكلام، لو انا مشيت بسرعه، لو انا جريت بسرعه وانا ظابط نفسي على سرعه عربيه معينه، في عربيه وراها اسرع منها، عندي كام اختيار؟ اختيار واختيار واحد: واحد. ان انا اجري اسرع علشان افوت العربيه. طيب الطاقه بتاعتي، الانرجي بتاعتي فين؟ هتقل. كلها فين؟ في رجليا. حد خد باله يا جماعه معايا؟ طاقتي كلها فين؟ في رجليا. واختيار ايه؟ واحد. لو انا ماشي بالراحه وظابط نفسي على سرعه عربيه معينه، جت عربيه تانية وراها، عندك كام اختيار؟ ثلاثه: تقدر تقف، تقدر تطلع لقدام، تقدر ترجع لورا. ليه؟ لانك بتمشي بالراحه. لكن لو انت بتجري ما تقدرش تقف، ما تقدرش، لازم ايه؟ تجري اسرع. طيب لو انا ماشي بالراحه، طاقتي متوزعه ما بين رجليا وما بين مخي. ده بالظبط اللي بيحصل مع البياعين، ان في بياعين من كتر هم مستعجلين معايا يا سراء، مركزتي بقى دلوقتي؟ خلاص. من كتر هم مستعجلين، فالطاقه بتاعتهم كلها بتروح فين؟ في اللسان. وبيتكلم. خلاص، وبيبدا يجري بسرعه، فلما العميل يقف قصاده، انا شفت بياعين بيعملوا كده، لما العميل يقف يعني يبدا يتناقش معاه، البائع بيبقى عايز يعلي، عايز يعلي على على العميل عشان يسكته. لكن لو انا ماشي بالراحه، ايه اللي بيحصل؟ هقدر اتحرك مع العميل، هقدر اناور، هقدر اروح واجي. كويس؟ وعايز اقول لكم انك من اول جذب الاهتمام لغايه علاقه الثقه، دايما قلل من سرعتك. بص السرعه بيحصل لها ايه؟ بتقل. كل ما تتحرك، يعني انا في جذب الاهتمام بتكلم بسرعه، للاسئله المؤهله بحاول ابقى سريع، انا كده كده بطيء شويه بس بحاول ابقى سريع. في الحل الاعتراضات المفروض احصل لي ايه؟ اهدى، اركز، اثبت، ما تجريش. في الكلوزنج اهدى، اثبت. في المتابعه ما تتسربعش، ما تجريش. الكلمه اللي دايما بقولها، يعني كان في بياع حد من ولادي زمان
كان بيبيع بيعه كبيره جدا، يعني هو كان هيتجوز بالعموله دي بس، يعني كان هيتجوز بالعموله دي بس. خلاص. فالراجل ده البيعه طبعا طارت، يعني اكيد القصه انتوا فهمتوا القصه رايحه فين. البيعه طارت. طب البيعه طارت ليه؟ فانا قلت له كلمه، قلت له انت يا هشام كنت كل يوم بالليل قبل ما تنام بتطلع الكالكوليتر وتحسب العموله بتاعت البيعه دي؟ بص لي كده قال لي هو حضرتك عرفت منين؟ فقلت له انا قديم يا ابني، يعني انا في الشغلانه دي بقالي كتير، فانا فاهم انا بقول لك ايه. فالنقطه يا جماعه انك ايه اللي بيخليك بقى تتصرف غلط؟ السربعه دي، التسرع ده، انك عايز البيعه. فلما تكون عايز البيعه العميل بيحصل له ايه؟ بيهرب. لكن لما فاهم العميل انا اهم حاجه عندي هي ايه؟ مصلحة. مصلحتك. واحسن اختيار. انا مش اهم حاجه عندي ان ابيع. بغض النظر الجمله اللطيفه اللي احنا بنقولها، بغض النظر عن اي حاجه، دي بتساوي ايه في اللاواعي؟ يا جماعه الجمله دي احنا اتكلمنا عنها السيشن اللي فاتت ولا ما اتكلمناش؟ الجمله دي بغض النظر عن اي حاجه، انا اهم حاجه عندي نوصل لافضل اختيار يناسب حضرتك. الجمله دي اتكلمنا عنها ولا ما اتكلمناش؟ اتكلمنا. حتى لو اتكلمنا نتكلم تاني، بغض النظر عن اي حاجه، الكلمه دي معناها ايه في اللاواعي؟ انا عايز مصلحتك من الشخص ده. مش فارق معايا. اختار اللي يريحك. خلاص. بس قلتها بشياكه ولا قلتها بقله ذوق؟ يعني انا لو قلت للعميل على فكره انا مش فارق معايا حضرتك تشتري ولا لا، دي قله ذوق. صح؟ صح ولا انا غلطان يا اولاد؟ صح. انتوا يا جماعه يعني معايا؟ طيب نايمين؟ مين نام؟ طيب انتوا رحتوا فين؟ الحمد لله. طب يعني هزوا باكوا طيب عشان تبقوا معايا. تمام. باشمهندس وئام صباح الفل. صباح الجمال يا استاذ احمد، اخبارك الله ايه؟ يبارك في حضرتك، الله يسلم حضرتك يا فندم. الله يكرمك يا رب. ف... ف... فالنقطه دي يا جماعه مهمه جدا. بقول للعميل بغض النظر عن اي حاجه، ده معناه ايه على طول؟ انا مش فارق معايا، بس بمعنى لا واعي، مش معنى مباشر. تمام. انا اهم حاجه عندي ان احنا نوصل مع بعض لافضل اختيار يناسب حضرتك. طيب. ف في حته السرعه دي زي ما اتفقنا، في عندي نوعين من انواع العملاء، نكتب مع بعض. في عميل سريع، في عميل بطيء. العميل السريع هو عميل سريع، هو بيخش يسال 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 تك 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 تك. هو سريع. تمام. ده تعمل ايه؟ تاخر عنه بخطوه. يعني ايه تاخر عنه بخطوه؟ يعني خليك وراه، لازق في قفاه وراه. تمام. برضه ما تعملش زي بياعين تانيين، يلاقي العميل ده بيسال 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 هو يروح ساكت. ايوه يا ابني ما ترد على الراجل، او يعلي عليه، يعني يا يسكت خالص يا يعلي. يعني طب انا هقول لحضرتك دلوقتي استنى لما اتكلم معاك. اتكلم كده ليه يا ابني؟ اسمع. اسمع العميل، خليك وراه. سأل سؤال جاوب، سأل سؤال جاوب، سأل سؤال جاوب. تمام. طيب اول ما نفسه يتقطع، ظهر له. اول ما يقف شويه، اكتب بقى معايا: وجهه بالاسئله. شفتوا احنا قلنا كلمه اسئله كام مره في الكورس ده؟ حد خد باله؟ اول كلمه بدات بيها الكورس قلت لك ايه؟ انا بستخدم طريقه الاسئله دي حياتي كلها. تمام. طيب ابدا ايه؟ وجهه بالاسئله. يعني تبدا ترمي سؤال تخليه يفكر في حاجه معينه. يعني مثلا هو بيتكلم معاك فقاعد ايه بيسال طب دي ثمنها كام؟ دي سعرها كام؟ طب ده المطور ده اخباره ايه؟ طب دي الحته دي رحنا فين؟ طب المشروع ده اصلا انا سمعت عنه قبل كده بس مش واثق فيه قوي. اروح رامي سؤال: طب حضرتك ايه اللي خلى حضرتك تفكر في المشروع ده من الاول؟ بس خليه يبدا ايه يفكر معاك. زي المثال دايما بقوله، انا دلوقتي في نوعين من الناس. في نوع من الناس انا بركب معاهم العربيه، في نوع من الناس انا اللي بسوق العربيه. خلاص. فانا في مثلا واحد سريع، العميل السريع ده، اتفضل حضرتك سوق العربيه وانا هركب جنبك. في الاخر هنمشي على خطوات مين؟ خطواتي انا ولا خطواتك انت؟ خطواتي انا.
امتى؟ لما اوجهك بالايه؟ بالاسئله. برضه في بياعين تانيين يعمل ايه؟ لا خلاص خليه انا هقعد بقى جنبك كده وسوق انت. يبدا يرد 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 يرد. انا بقى مثلا يجي بقى الاستاذ مثلا محمد جنيدي يقول له ايه؟ يا ابني العميل راح فين؟ يا باشا العميل هو كان عايز يسمع كلمتين وسمعهم بس خلاص كده. ودورك انت فين؟ يا جماعه معايا في الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا. السلايد دي والمعلومه اللي بنتكلم عنها دي النهارده دي ازاي تقدر تدير الاجتماعات مع العملاء، ازاي تقدر تدير البيعه كلها. خلاص. فانت مهم جدا ما تكونش سريع وتمشي على سرعه العميل، تشوف هو عايز يعمل ايه، ما تفرضش سرعتك على العميل. طيب في عميل بقى بطيء، هو داخل سلام عليكم، قول لي يا احمد يا ابني، فتقول له اتفضل يا حاج، انتوا بتبيعوا ايه؟ بنفس الاداء ده. تمام. ساعتها تعمل ايه؟ ده اسبقه بخطوه. ده اسبقه بقى يعني ايه؟ برضه ما تسبقوش ايه، ما تاخدوش في ظهرك وتجري. لا، تتحرك ازاي؟ خطوه 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 خطوه. يعني تعالى تمام كويس، يقول لك تمام، اللي بعده تمام تمام تمام، اللي بعده تمام كويس كده تمام. خدوا ايه؟ خطوه خطوه، ما تجريش. تمام. طيب، وعشان تقدر تظبط الكلام ده محتاج لايه؟ المرونه العقليه. يعني ايه مرونه عقليه؟ يعني حضرتك لو سمحت لا تفترض. لو سمحت لا تفترض. تمام. طيب ولو حصل خطأ انك افترضت، هد وابني. يعني فرضا افترضت. طب يعني ايه يا جماعه كلمه افترضت العميل؟ يعني مثلا اصل العميل ده شكله كده ايه مش هيشتري. ده افتراض ولا حقيقه؟ ده افتراض. ده افتراض. حضرتك بقى يعني لا، افترضت خلاص وقعنا في الغلط، واحنا بشر عادي، خلاص وقعنا في الغلط وافترضنا. اعمل ايه؟ هد الافتراض واعمل ايه؟ ابني من اول وجديد. بلاش يعني ايه، وبلاش برضو الجو بتاع ايه اصل انا بقيت خبره فبقيت بعرف العميل من اول ما اتكلم معاه. كل ده هجص. كل ده هجص. ولا بتعرفوه ولا بتتنيلوا تفترضوا صح، وبالبيعه بتبوظ على دماغكم. مش فاهم انا في ايه. والله في بياعه كبيره مره يعني من كام يوم كده، في بياعه كبيره قالت لي انا بلقط العميل من اول ما بيخش بيقول سلام عليكم. قلت لها بسم الله ما شاء الله، يعني مثلا حضرتك يعني مخاويه جن مثلا، ولا عارفه ليكي في السحر مثلا، ولا بتضربي الودع، ولا مش في ايه يا جدعان؟ يعني مش فاهم انا في ايه. يا اخوانا احنا بشر وقدراتنا محدوده. الانسان يا جماعه يصيب ويخطئ، يجهل ويعلم. اكتبوا الجمله دي. الانسان يصيب ويخطئ، يجهل ويعلم. في 4 صفات لازمه فيه. دي طبيعه البشر. الانسان يصيب ويخطئ، يجهل ويعلم. خلاص. وبالمناسبه يصيب ويخطئ في نفس اللي هو يعرفه. يعني انا احمد اهو في نفس اللي انا حافظه وبقوله بقالي 20 سنه ممكن اغلط فيه. خلاص. وممكن اعرفه وممكن انساه وممكن اجهله، وانا في نفس النقطه. مش هقول لك اللي انا ما اعرفوش، لا ده اللي انا اعرفه. فيا اخوانا يعني بلاش الجرأه بتاعت والثقه بتاعت ايه، لا ده انا بص انا جامد جدا، ده انا افهم العميل وهو. مين قال؟ ده في ناس بتحكم على الليد من اول ما بيشوفوه. صح انت عندك اكيد عند وجدان وعند الباشمهندس وئام الحواديت من دي. خلاص يا لهوي ده احنا عملنا بلاوي. خلاص. يشوف الليد بس يا ابني. طب عرفت الليد منين؟ يعني هو انت بتعمل ايه؟ يشوف الليد كده من بره يا لهوي، يقول لك بس ده بتاعي، ده بتاعي يا ابني مش بتاعك يا ابني، او العكس. ما اخدش انا الناس دي. يلا مع ربنا يهديكم. تمام. انا عندي يا جماعه كميه قصص لعملاء اشترت مني انا شخصيا، كانوا في المظهر بتاعهم من بره حاجه
وطلعوا حاجه تانية خالص او العكس. يعني انا مثلا في مره عميل، مش يعني مش هحكي لكم قصص كتير جدا جدا، يعني في عندي بس بسرعه. يعني عميل كان يعني قالوا لي احنا شركه صغيره ولسه بنبدا ومش عارف مين، طلعوا 60 موظف وعندهم 3 ادوار وبتاع. طب انا اللي غلطت، انا اللي افترضت غلط. فهمت قصدي؟ طيب، والبياع الشاطر برضو بيدور على حاجه اسمها ايه؟ مفاتيح الشراء. ايه هي مفاتيح الشراء؟ نكتب مع بعض: الكلمات التي كررها، والمعلومات التي استحسنها. يعني إيه؟ يعني في كلمات معينه العميل بيكررها كذا مره. خلاص، البائع الشاطر بقى يعمل ايه؟ يروح جايب زي ايه، زي هامش كده. يعني عارفين عارفين هامش الكتاب على الشمال مثلا، وانت بتكتب على الشمال تكتب الكلمات المكرره. انا عايز اقول لكم يا جماعه، انا كاحمد لغايه النهارده بعد كلام العملاء. ومش كلام العملاء بس، انا حتى لو قاعد مع حد اول مره او من المره المليون، باخد بالي ايه الكلمات اللي بيكررها. مجرد ما يكرر كلمه مرتين بتعلم معاه. طبعا يا جماعه انا ما اتولدتش كده، انا دربت نفسي على كده. خلاص. طيب، هو العميل لما يكرر كلمه ده معناه انها ايه بالنسبه له؟ مهمه، صح؟ طيب، لو انت بتتكلم مثلا فقلت له ايه، بس خلي بال حضرتك ان دي على مثلا ايه، انها كاستثمار العائد الايجاري بتاعها عالي جدا. فلقيت العميل قال لك ايه، حلوه دي. أحسن المعلومات وبدور على الحل. استحسنها، قال لك حلوه دي، قال لك تمام ممتاز. طب دي بقى مثلا، طبعا مش اي معلومه يسال عليها بقت مهمه. لا، انا بتكلم على المعلومات اللي يقول عليها حلوه او تمام ممتاز. ده لو شايفه الاقي عينه ايه، فتحت، تلمع. تلمع بالظبط. اول ما اخد بالي من الحاجات دي بس كده، ده العميل مبسوط من الحته دي. اكتبها برضو على الشمال، اكتبها في الكلمات المفتاحيه. تمام. طيب، في عندنا 5 انواع من انواع العملاء عايزين نتكلم عنهم بالتفصيل شويه. تمام. في عندنا حد اسمه العميل الساكت. مين هو العميل الساكت؟ العميل الساكت ده هو العميل اللي ما بيردش على حاجه خالص، بيسمع بس. يسمع بس. تمام، ويهز دماغه. طيب، انا شايف ان يعني انا من خبرتي يعني ان العميل ده هو اصعب نوع من انواع العملاء، لانه ما بياخدش ويدي مفيش معاك. اعتراضات، مفيش اسئله، مفيش اي حاجه. مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. وممكن كمان لو قاعد قدامي بيديني حاجه اسمها البوكر فيس، اللي هو مفيش انطباعات. فاللي هو طب حضرتك انت كويس انا ولا فاكره حكايتك يعني انت ايه؟ ايه طب عايش. انت عايش معانا طيب ولا انت ايه؟ بالظبط كده. طيب، نعمل ايه مع العميل ده؟ اكتب معايا: اسئله مغلقه ثم مفتوحه. طيب، العميل ده بيجي بسكه لطيفه شويه. اسال سؤال مقفول زي ايه؟ اقول له: ايه راي حضرتك في في الشقه دي؟ او ايه راي حضرتك في المشروع ده؟ سؤال مقفول، يا يا حلو يا وحش. طب لو قال لسه تمام. ايه؟ لو قال لسه بشوف. لو قال لسه بشوف اقول له تمام، بس هي عجبت حضرتك ولا لا؟ تمام. بس هو بدأ يرد بص، معايا كده وانا خلت بدأت اخليه لا هو يتكلم. لسه، لا هي لسه بشوف دي لسه ما بيتكلمش برضه يا ماما، هو كده ما فيش بس برضه. هو مش ساكت اهو. لسه بشوف دي ما فيش برضه، يعني هو لسه بشوف دي معناها حاجه. طيب. خلاص، ساعتها اقول له ايه؟ يعني حلو السؤال ده، كانت بتساله اسماء صح؟ أنا بسمع. ايوه يا بسمه، تمام، كويس. طيب، فالسؤال بتاعي ايه؟ انا لسه بشوف. تقولي له ايه؟ حلو جدا، بس هو عجب حضرتك في العموم ولا لا؟ في العموم. لو قال لك عجبني، هتقول له ايه؟ حلو جدا، عجب حضرتك في ايه؟ بصوا الغلاسه، حد خد باله من الغلاسه يا اخوانا؟ مم. هي دي بقى. طب عجب حضرتك في ايه؟ سؤال مفتوح.
او لا لا ما مش عجباني. حلو، مش عاجبه حضرتك في ايه عشان ابدا اخليه ايه يتكلم. ما هو يا جماعه لو اتكلم هفهم، لو ما اتكلمش مش هفهم. لو اتكلم فهمت هبيع، لو ما اتكلمش مش هفهم مش هبيع. واضحه يا جماعه؟ الله يخليكم والله العظيم الطريقه بتاعتي انا في البيع دي هتخليك تبيع اسرع واكتر وانت مبسوط ومجهود اقل. هو حد ساعات خد بقى باله يا بيغلس جماعه؟ اكتر وما بيخليش. بيغلس اكتر وايه؟ يعني هو لما يقول لي لسه بشوف تمام. طيب حضرتك إيه اللي عجبك، او يرد يقول لي هو لحد دلوقتي تمام معايا. طب هو تمام معاك في ايه؟ والله مجملا هو كويس. طب كويس في ايه؟ اهو كويس. لا ما هو ما فيش حاجه اسمها كده. هو بيقول لك مثلا بالنسبه لي كويس، فساعتها تقولي طب حلو جدا، طب ايه اكتر نقطه عجبت حضرتك؟ برضو انت مش بتساليه والله عشان تغلسي عليه. فاهماني يا اسماء؟ هو بيفهم هناك، انا فاهمه والله حضرتك، بس هو ساعات بقى بيبقى قليل الذوق شويه. دي حاجه حصلت، كان قليل الذوق شويه، قال لي هو لحد دلوقتي كويس بس لسه برضه لسه، لا هشوف كده وهرد عليك تاني. طب ما تقول لي وانا طب هشوف. ماشي ماشي، ساعتها تقولي له بص بص، ساعتها الجمل اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، الجمل دي لازم نتمرن ان احنا نقولها كذا مره. زي جمله ايه؟ ايه الحاجات اللي ممكن تسرع من لا غير دي لا، هو دلوقتي قال لك تمام وانا لسه بفكر. ايه المواصفات اللي تحب تكون موجودة؟ خلينا نفكر بصوت عالي مع بعض. مثلا بالظبط كده، خلينا نفكر بصوت عالي. مثلا اول جمله بتاعت ايه؟ طب هقول لحضرتك على حاجه، انا كده كده مش ببيع لحضرتك. بشتري ولا بشتري لك احنا. الجمل دي بتخلي العميل يحصل له ايه؟ يهدى. هو في دماغه، في اللاواعي بتاعه ان احنا نصابين وان احنا عايزين مصلحتنا ومش مهم عندنا حاجه تاني. خلاص، فانا دوري بقى ان انا ابدا اشيل الكلام ده. طبعا ما اشيلوش بالكلام بس، بشيله بالكلام والافعال. طب افعال زي ايه؟ ان انا ما بزنش عليه، ان انا حريص على مصلحته فعلا. هنتكلم عن الكلام ده ان شاء الله. فانا تمام. بقول له ايه؟ فانا بقول له انا مش ببيع لحضرتك ولا بشتري لك، انا بشتري معاك مع حضرتك. وتاكد ان انا لو لقيت ان مصلحه حضرتك زي في المسطره، فاكرين في المسطره اه. لما قلنا ان احنا بندور على قيمه مقابل السعر، ولو كان المكسب بتاع حضرتك اكبر من السعر يبقى القرار صح، لو المكسب اقل من السعر يبقى القرار مش صح. الجمل دي يا جماعه بتخلي العميل يحصل له ايه؟ يهدى. بغض النظر عن اي حاجه بتخلي العميل يهدى. فهمتوا قصدي؟ بس كده. تمام. طيب في عندي عميل اسمه العميل المتشكك. ده اللي هو ايه؟ هو المطور هيعمل المشروع، هو المواصفات هتطلع زي ما قال، هو دبي هتكمل. عارفين الاسئله الوجوديه دي؟ هو يوم القيامه قريب، يعني الحاجات اللي هي كده يعني. ما اعرفش قابلته بتاع يوم القيامه قريب ده ولا لا، بس انا قابلته يعني. انا قابلت العميل ده، قابلته 3 مرات. خلاص تمام. طيب فالعميل المتشكك ده نعمل معاه ايه؟ اكتب معايا: ارجع خطوه للوراء واستقبل كل شكوكه وتعامل معها جميعا. خلاص. فانت اول خطوه ارجع خطوه لورا. يعني ده المفروض ان احنا في الكلوزنج مثلا او في الاعتراضات، لما تلاقي العميل بيقول لك ايه؟ لا اصل انا قلقان من كذا، لا اصل انا مش عارف مين من كذا، تكمل بيع ولا ترجع لورا؟ ارجع لورا. ارجع لورا. خلاص. في حركه مثلا انا بحب اعملها لو انا مثلا قاعد مع عميل، حتى لو هو مش شايفني، ان انا بعمل ايه؟ بروح قافل القلم. يعني القلم مفتوح اهو وانا بتكلم على العميل، عامل ايه؟ قافل القلم. قفله القلم دي معناها ايه؟ انا وقفت اسمع منك بقى اشوف في ايه. انا مش ببيع بقى، خلاص سيبك بقى من البيع خالص. خلاص انا مش هبيع لك خالص. فالمعنى ده حتى لو انا عملته بيني وبين نفسي، انا بوصل للعميل انا مش هبيع لك دلوقتي، انا عايز ايه؟ افكر انا وانت. تمام.
وبعدين تقول له طب هقول لحضرتك على حاجه، تعالى اسمع من حضرتك الشكوك او الحاجات، مش ما تقولش شكوك، الحاجات اللي حضرتك شايف انها مثلا ايه بتفكر فيها. تقول لك يلا بينا، تروح ماسك الورقه والقلم، ها افتح القلم تاني بقى، بس مش هفتح عشان ابيع، بفتح عشان ايه؟ اكتب. الشكوك. بفتح عشان الشكوك وابدا اكتب حضرتك ايه بقى الشك الاولاني عندنا، ايه ما اقولوش شك، ايه اللي حضرتك عايز نتكلم عنه؟ مثلا الاستثمار العقاري. الاستثمار العقاري ايه كمان؟ دبي كدوله. ابدا اكتب، ها ايه كمان؟ يعني ما اعرفش مثلا انتوا قابلتوا عميل ولا لا، بس في بعض العملاء ما بتحبش تشتري من دبي علشان خاطر الخلاف السياسي اللي معاها. اه. انتوا اكيد قابلتوا ده. مم. خلاص. فالعميل ده ساعتها بنعمل معاه ايه؟ تعال ناخد الموضوع ايه واحده واحده، تعال ناخد الموضوع بالراحه، تعال نفكر فيه سوا. تمام، خليكم معايا ثانيه واحده. تمام. تمام. بس واكتب بقى، اخد الشكوك اكتبها واحد واحد ورا التاني، واحد ورا التاني، واحد ورا التاني، لغايه ما اخلص عليهم. خلصت على الشكوك، ابدا اخش ايه؟ خلصت على كتابه الشكوك. بعد ما اكتبها، بالمناسبه يا جماعه ما تكتبش الشك وتحله، لا قول له تعال نكتب اكتر من شك ورا بعض، اكتر من مشكله ورا بعض. ليه؟ علشان ما يحسش انك انت بتقلبه، ما يحسش انك انت عايز ايه؟ تخلص على الشكوك وخلاص. تمام يا جماعه. فتكتب تكتب الشك وتبدا ايه، او تكتب النقطه اللي عايز تناقش فيها وتخش في اللي وتكتب وبعدين ايه؟ تعال نشوف الاولاني. احلها واحده واحده بالظبط كده. احل دي احل دي احل دي. مثلا الشك بتاع دبي، انا اصلا مش مقتنع باقتصاد دبي كله. تقول له تمام انا مع حضرتك، بس تعال نشوف. دلوقتي يا جماعه انا مش مقتنع باقتصاد دبي، غير انا مختلف مع دبي، يعني دي حاجه ودي حاجه، ماشي؟ فانا مثلا انا مش مقتنع باقتصاد دبي، قلت له انا معاك، تعال نفكر موضوع واحده واحده. معاك دي مش معناها موافقك. تمام. تعال نشوف موضوع واحده واحده، تعال نشوف دبي من السبعينات لغايه 2025 اخبار اقتصادها رايح فين؟ طالع. يعني الاقتصاد طاير، طاير. خلاص، من السبعينات وهم طايرين ما شاء الله. طب ليه؟ الموضوع بسيط، ان هم عندهم منهجيه معينه في التفكير، عندهم طريقه اداره، عندهم سيستم قوي، بيحاولوا يطوروا من نفسهم باستمرار، بيحاولوا دايما هم يشتغلوا على نفسهم وعلى الافكار بتاعتهم وعلى الاقتصاد بتاعهم بشكل مستمر. تمام. طيب لو قال لي انا مختلف معاهم سياسيا، تقول له تمام انا مع حضرتك برضه، بس انا دلوقتي اختلافي السياسي مع جهه معينه دي حاجه، وقوتهم الاقتصاديه حاجه تانية. معايا يا جماعه في الحته دي؟ يعني انا مختلف سياسيا مثلا مع ناس معينين، هل ده معناها ان هم ناجحين او مش ناجحين؟ ده موضوع وده موضوع. معايا؟ يعني افصل، قول له افصل، ده موضوع ده موضوع. لو انت اختلافك السياسي معاهم يمنعك تماما تشتري من عندهم، ما تشتريش. بس انا بص ركزوا في الحته دي كده، انا بقول له ايه؟ انا معاك، كاني معاه في القضيه بتاعته، مع انك مش معاه اصلا، بس نفترض يعني. خلاص، هتقول له ايه؟ هتقول له لو انت حضرتك مختلف معاهم سياسيا تماما، ممكن ما تشتريش، بس كون حضرتك مختلف معاهم او مش مختلف معاهم، ده لا ينفي ان هم فعلا ناجحين. حد خد باله الحته دي؟ افصل ما بين المشاعر والواقع. انت مش بتحبهم يا عم، ما تحبهمش، بس هم ناجحين ومش ناجحين؟ ناجحين. بالمناسبه في عميل في الاخر يقول لك ايه؟ برضه مش هشتري من هناك، انا ما بحبهمش، انا ما بطيقش إيه هتقول له ايه؟ خلاص، ده مش عميلك اصلا. فهمتوا قصدي يا جماعه؟ يعني في عميل في الاخر هو مش هيشتري من هناك، انت اتشقلبت بقى على دماغك، هو مش هيشتري هناك. امال مسجل ليه ده بتاعتها؟ سجل. لا اله الا الله. يا جماعه الاسئله اللي انتوا بتسالوها دي عيب وحرام، يعني طب مش ايه عارف. لو يعني؟ والله علشان بتحصل فعلا يعني. في واحدة يا جماعه قالت ده امر طبيعي، هو بيسجل نوع من انواع ان هو بيشوف دبي اللي هو مش طايقها بتعمل ايه. شوف الجيران طابخين النهارده.
بالظبط، هو بيشوف الجيران طابخين ايه النهارده فعلا، يعني ده بجد مش مبالغه يعني. هو في طبيعه بشر كده يا جماعه. هو التسجيل بتاعه في الكامبين هيكلفه هو حاجه؟ لا. بس هو بيكلفنا احنا. يعني طبعا دلوقتي باشمهندس وئام عايز يولع فينا كلنا يعني، فاهم؟ اللي هو ليه؟ ما هو دي فلوس يا جدعان اتصرفت على الارض. تمام، هو ده حقيقي فعلا، دي فلوس اتصرفت على الارض، بس هو طبيعه الحياه كده يعني، في نسبه خطا ونسبه خطوره بتحصل بطبيعه الحال. تمام. طيب، في بقى العميل الغير جاد. اكتب بقى معايا اكتر من 3 اختيارات غير متناسقه، ودي الحاجه اسمها ايه؟ التنفيذ. يعني ايه الكلام ده؟ في عميل بيبقى اللي هو ايه بقى؟ بيبدا يرمي لك 3 اختيارات غير مترابطه ببعض، غير متناسقه ببعض. يعني مثلا تلاقي فجاه هو داخل مثلا بيسال على ايه؟ بيسال على شقه سكنيه في مشروع في دبي. تمام، بعدين فجاه يقول لك ايه؟ طب انت ايه رايك في العقارات في ابو ظبي؟ فجاه تلاقي نط النطه دي. بعدين يقول لك طب انت شايف ان الاستثمار في دبي في العقار السكني احسن ولا التجاري؟ يعني هو كان في الاول عقار سكني في دبي، فجاه بقى عقارات ابو ظبي. بعدين فجاه طب لا بص، طب ما تيجي نتناقش في. فانت هنا عندك عميل من اتنين: يا اما هو فعلا مش فاهم وبيسال فعلا وعايز يعرف، او عميل ايه؟ مش جد. بيستهبل. خلاص، بيشوف الدنيا، بيشوف طريق الجيران بالظبط كده زي ما كنا بنقول، بيشوف الناس عملوا ايه وحققوا ايه في حياتهم، مش يمكن اي حاجه. تمام. فساعتها تعمل ايه بقى؟ العميل ده، فاكرين العميل المتشكك؟ احنا قلنا نرجع خطوه لايه؟ لورا. لورا. بقى العميل ده تطلع خطوه لقدام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تقول له طب تمام حلو جدا، لو حضرتك بتفكر ما بين دبي وابو ظبي هتختار مين فيهم؟ بص انا كده بعمل ايه؟ مم. بزقه لقدام، اتحرك، ها تشتري مع مين؟ هنا بقى دي بتظهر. لو هو فعلا مش فاهم هيقول لك لا اصل انا كنت عايز اعرف، انا عايز افهم الفرق ما بين دبي وابو ظبي. فتقول له حضرتك دي اماره بالتفاصيل بتاعتها وطلب معين واسعار معينه. ابو ظبي الاسعار مختلفه، الاسعار برضو بتزيد وكل حاجه، بس فيها ثبات اكتر وعدد المشاريع اقل. كده انا شرحت لك، ها ايه اللي بعده؟ طيب العميل التاني الغير جد، لما بقول له ايه طب ها تختار حضرتك مين في الامارتين؟ يقول لك لا ده انا بفكر، يعني بشوف ليه؟ لانه حاسس ان هو ايه؟ اتضغط، حاسس ان هو اتضغط. تمام. طيب، في بقى عميل اسمه العميل المستغل. مين بقى العميل المستغل ده بقى؟ ده بقى اللي هو ايه؟ يقول لك نجمع معلومات. لا، اللي بيجمع معلومات ده الغير جاد. في عميل مستغل اللي هو ايه؟ بده خصومات كتير يعني. اللي هو بالظبط كده يقول لك مثلا طب بص انا دلوقتي لو انا غيرت نظام السداد بتاعي اخد خصم كام؟ فتقول له مثلا في بعض الشركات بتعمل لو انت دفعت كذا في المية كاش تاخد كذا في المية خصم. عارفين العروض دي؟ مم. فيقول لك حلو، طب انا هاخد هزود الكاش بتاعي. حلو، انا هزود مش عارف مين. حلو، انا ازود. بعد ما يخلص القصه دي كلها يقول لك خلاص انا هدفع 10% بس واخد الخصم اللي هو بتاع الايه؟ العادي. ال 60%. تمام. اكتب بقى معايا، اربط الخصم بالدفع. اربط الخصم بالدفع. يعني قول له ايه؟ حضرتك الخصم ده انت بتاخده مقابل الدفع اللي انت بتدفعه. خلاص، عشان ما يحلمش. وفي عميل مستغل تاني اللي هو ايه؟ يقول لك بص مشي لي انا البيعه دي، اعمل لي فيها كاش باك قد كذا، وانا هجيب لك عملاء كذا كذا كذا. مم.
خلاص. ويقول لك على فكره، انت عارف ان انا عمده المصريين في الكويت. عارفين الجو ده؟ بالمناسبه انا والدي كان عمده المصريين اللي من سوهاج في الكويت. ده حقيقي. وعمره ما قال كده، يعني عمره ما قال لحد انا كده. خلاص. طيب، فساعتها تعمل ايه بقى؟ طبعا اياك تقلل منه، لان العميل ده اصلا مقضي حياته بان هو شخص مشهور. عارفين يا جماعه الانفلونسر؟ هو حاسس ان هو انفلونسر، هو مش انفلونسر ولا حاجه، محدش يعرفه اصلا. برضه انا ما اعرفش هو فعلا مشهور ولا لا، لانه ممكن يطلع فعلا مشهور. يعني في يا جماعه عميل واحد ممكن يجيب لك حرفيا 1000 عميل، حرفيا. و1000 ايه داخلين يشتروا. تمام. طيب هعرف ده منين؟ اكتب معايا: لا تبع بيعتين في بيعه. ما تبيعش بيعتين في بيعه. يعني قول له ايه؟ قول له انا اعمل له كده اهو: انا من عينيا الاثنين، انا مع حضرتك بنفس الاداء ده، يعني بص نفس البطء ده. خلاص. قول له انا معاك، بس اول حاجه نخلص البيعه دي. واوعد حضرتك ان عندنا في الشركه ما توعدش، ما تقولش اوعد حضرتك، قول له عندنا في الشركه في سيستم يضمن ان كل عميل هيجي حضرتك ليك عليه او ليك منه ليك عليه هديه. ما تبقاش عموله، لان هو ما بياخدش عمولات. ليك عليه هديه، بس ان ايه؟ نخلص البعد. نخلص الاولانيه. خلاص بس كده. وطبعا يا جماعه اول ما نتزنق في اي حاجه تروح لايه؟ السيستم. السيستم اللي بيقول. ليه؟ عشان تزعل من السيستم، ما تزعلش مني انا. يا جماعه مركزين في اللي انا بقوله؟ ازعل من السيستم. خلاص. طبعا السيستم ده اللي هو احنا برضو في الاخر، بس ما علينا يعني. خلاص. ازعل من السيستم. انا ايه؟ انا بحبك. انا كده يعني. خلاص. طيب العميل متردد يا جماعه. العميل متردد، وده واحد من اهم انواع العملاء. في نوعين. في نوعين يا اسماعيل. صوتك يا ابني طالع، يعني مبوظ لي وداني. انا بسأل مين اللي فاتح، انا قافل عندي بس بسأل من اللي جنبي مين اللي فاتح. ماشي ماشي. خلاص. طيب يلا يا شباب. العميل المتردد ليه نوعين. في نوع متردد علشان بطبعه، وفي عميل متردد علشان خايف. وفي الاتنين. ايا كان. هو انت بتعلي عليا وخلاص. لا اصل هي عندها عامل كده. ماشي طيب. تمام. طيب العميل المتردد في نوعين من العملاء المترددين. في عميل متردد عشان بطبعه متردد، وفي عميل متردد عشان هو ايه؟ عشان هو خايف دلوقتي. يعني ايه كلمة بطبعه؟ في ممثل مصري اللي اسمه أمير كرارة، لو انتوا عارفينه. الراجل ده في مرة قال في برنامج ان هو علشان يشتري شوز بيشوفه 5 مرات. متخيلين؟ يعني بيروح يشوفه هو لوحده، بعد كده يجيب مراته، بعد كده يجيب صحابه، بعد كده يروح يشوفه تاني، كده ياخد القرار. فالشخص ده بالمناسبة انا قابلت واحد اسمه محمد عباس، واحد من اقوى المصممين بتوع المطابخ في مصر. وانا بتكلم معاه فقال انا بعت الامير كرارة. بيقول لي كده انا عملت المطبخ بتاع امير كرارة. فسالته السؤال ده، قال لي فعلا طلع روح اللي خلفوني. حرفيا قال الكلمه دي. قال لي طلع روح اللي خلفوني. تفاصيل لا تنتهي. تمام. فطبيعه العميل ده ان هو متردد، وكل شويه ايه؟ لا بلاش دي، لا بلاش دي، لا ودي دي، لا مش عارف كذا. خلاص. ده طبيعته كده. او عميل هو متردد عشان خايف، هو قلقان من ظروف البلد، ظروف الاقتصاد، هو مش مطمن يكمل في الشغل بتاعه ايا كان. هنعمل معاهم ايه؟ اللي بطبعه هنخوفه، والخايف هنطمن. هنطمنه. ما شاء الله بالظبط كده. خلاص بالظبط كده، شطار ما شاء الله. تمام. طيب
فاللي بطبعه هنخوفه عشان ايه؟ يتحرك. طب واللي خايف هنطمنه عشان ياخد القرار. طيب انت لسه بتقول لا تفترض، اعرف منين بقى ان هو بطبعه ولا خايف؟ انا اعرف منين؟ طيب يبقى الاصل ان احنا نعمل ايه؟ نخوف العملاء، نخوف الكل، الحق اشتري عشان لحسن يحصل حاجه. طيب لقيته بدأ يبانك منك وبدأ يترعب، لا 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 لا، ما تخوفنيش. ساعتها اقول له لا، انا هقول لحضرتك على حاجه، انا ليه بقول لحضرتك الكلام ده؟ عشان اخاف على مصلحتك. ابدا ايه؟ اطمنه. فالاصل يا جماعه استخدموا التخويف. بصوا يا جماعه، في اكتر شعورين بيدفعوا الناس للشراء والحركه عموما في الحياه. اكتر شعورين بيدفعوا الناس للشراء والحركه عموما في الحياه: الغيره، الغيره والخوف. الغيره والخوف. خلاص، اكتبوا اللي انا بقوله ده، اكتبوا اللي انا بقوله ده. اكتر شعورين بيحركوا الانسان هما الغيره والخوف. الغيره دي اللي احنا استخدمناها فين؟ في قصه النجاح، فاكرين؟ اه. لما قلت له بص اصل في حد اشترى شبه حضرتك. والخوف ده بيجي منين؟ خاف لحسن الفرصه تفوتك، خاف لحسن يحصل كذا. وممكن اعمل الخوف والغيره مع بعض. ركزوا معايا يا جماعه في الحته دي. الناس اللي اشترت في دبي زمان، حد خد باله الحته دي؟ الناس اللي اشترت في دبي زمان كسبوا ايه؟ كده انا جبت غيره وخوف مع بعض، صح؟ بس فاكتبوا دي اكتر شعورين. احنا قلنا ايه؟ الغيره والخوف. تمام. الخوف من الفقدان، الخوف من الحاجات دي، الخوف من الفقدان. ماشي، ممكن اخليها ادق شويه. تمام. طيب فممكن اقول له ايه؟ الناس اللي اشترت في دبي زمان. بس كده. هو طبعا دلوقتي شايف الاسعار ايه؟ طايره. وشايف ان الاوضاع الاقتصاديه عاليه جدا، وشايف الناس بتتحرك في حاجات، وشايف الاسعار بتروح في حتت وحاجات زي كده. ده اللي بيخلي الناس ايه؟ تتحرك اكتر وتقتنع اكتر بالشراء معاك. تمام كده. بس احنا كده يعني اظن يعني صعب احشر في دماغكم معلومه جديده. هنوقف كده. تمام. وان شاء الله نكمل مع بعض يوم الثلاث الجاي. هيبقى عندنا يعني هنكمل ورش باذن الله، وممكن ناخد جزء المتابعه في اول المحاضره ان شاء الله. تمام. اشوفكم على خير. يا ريت يا جماعه نذاكر كويس الكلام اللي احنا خدناه مع بعض. التسجيلات موجوده عندكم، متسجله صوت وصوره، كل حاجه موجوده، السكريبتات موجوده، كل حاجه في ايديكم. وانا موجود معاكم على الجروب في اي وقت حد عايز يسال حاجه اسالني على طول. ارجوكم يا جماعه شدوا حيلكم، ركزوا جامد، ابذلوا مجهود اكبر عشان كلنا ننجح بشكل اكبر بكتير. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم. شكرا. ورحمة الله وبركاته. شكرا يا استاذ احمد حبيبي. لسه يا باشمهندس. السلام عليكم. مع السلامه. استاذ احمد، ايوه قولي. انا كنت بعت على الجروب من يومين ثلاثه كده الكلمه لو انا معايا عميل سكندري وهو اصلا معاه عايز اخد منه الانفنتوري تبعه، فعايزه اعرف الدخله بتاعتي تبقى ازاي لا لان انا في ما زبون. قريتش السؤال ده. هو انا هو بعت له عامل له سكندري، هو ريبلاي. معاه وحدات بتاعته. انا معايا الانفنتوري تبعه، يعني انا معايا عارفه الشقه وكل حاجه، بس انا عايزاه هو اللي يقول لي عليه، فاكلمه اقول له حضرتك عندك شقه كذا، فممكن ابعت تفاصيلها لو انت عايزها للبيع او للايجار او كده. في كتير ناس بتكلموا بنفس الطريقه، ففي اللي بيقفل السكه، في اللي ما بيرضاش، فعايزه طريقه تانية اعرف اتكلم بيها. انا بعتها طيب لك على الجروب لو عايز نعمل لك ريبلاي تاني. طيب اعملي لي ريبلاي عليها عشان ارد لك عليها. وهي في الاخر الموضوع باختصار ان انا بقول للعميل انا هدفي هو انا ايه اللي يخليه يعني فكري مكانه.
ايه اللي يخليه يثق فيك انت تبيعي له الوحدات بتاعته؟ تمام. حاجتين، انك هتجيبي له اعلى سعر واسرع عميل، صح؟ تمام. صح. بس فانت بيع على الحكايه دي انك انت استشاريه عقاريه من شركه مهندس وآمر نجار. احنا شركه متخصصه في الاستشارات العقاريه، وعندنا داتابيز كبيره جدا، عندنا قاعده عملاء كبيره جدا، وعندنا خبراء في التسعير، وفي عندنا خبراء في التسويق، وبنقدر ان احنا نبيع العقارات بسرعه وسهوله. انا كشخص عندي وحدات، ايه اللي يخليني ما اديكيش فرصه بعد الجمله دي؟ انا بقى عايزه الدخله ديت علشان هو ما هي، يسمعني اكمل فيها اصلا. طب ما انا قلتها يعني في لك اهي. البدايه او انا لما بقول السلام عليكم هم عرفوا خلاص، عرفوا من كتر ما الناس كتير، لان يا بيبقى ستي بقى خلاص لهم سنه. اكتبي. هو مش هيقول لك لا، ما فيش حد بيقفل على حد هو بيقول له السلام عليكم. تمام. خلاص. اغلب اللي هو اصل يعني هي مش معايا يعني هي زي شبه الكولد كول كده، تعتبر شبه. ايوه ماشي ماشي، ما انت هتقولي له ايه، السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد، مع حضرتك فاتن الشحات من شركه وآمر نجار للاستشارات العقاريه، بكلم حضرتك بخصوص عرض الوحده بتاعت حضرتك، لان احنا عندنا اقوى فريق لواحد من اقوى الفرق الخاصه بالتسويق، وعندنا قاعده عملاء كبيره جدا، وبنقدر نبيع الوحده بتاعت حضرتك بسرعه وسهوله. تمام. بس ده هياخد منك وقت قد ايه؟ لا لا ولا حاجه. إيه. بس ان شاء الله. شكرا. يلا، شكرا. خلي بالك من نفسك. السلام عليكم. طب احمد انا عندي سؤال. قولي، اتفضلي، تعالي قولي. اسماء. أسئلة جدا. ازيك، عامله ايه؟ اتفضلي. انت نقلت من مكتبك رحت في مكان اه تاني؟ انا جيت ماشي. الميتنج روم. انا كنت انا بعت لحضرتك ان انا كان معايا عميل. هو العميل ماشي ده اتكلمت معاه 3 ايام والحمد لله دخلنا ميتنج سوا، بس دلوقتي حصل له ظرف ان هو تعبان وتعبان جامد. تمام. امم وهو اوريدي صور لي ان هو تعبان، يعني هو صور لي التعب وصور لي الدكتور عنده، بس انا ستيل عندي شك فيه، يعني انا طب لسه شاكه فيه. يا بنتي، هو كان مثلا يعني متقدم لنا يعني مثلا، ولا خطيبنا ولا هو لا، هو هقول لحضرتك على حاجه. اصلا انا حصل معايا مواقف كتيره، تمام، ان انا العميل مثلا يوصل لنقطه انه خلاص وبعد كده يبقى متفقين على كل حاجه وبعد كده يختفي. اه. تمام. فانا خايفه فعشان يكون كده لازم اكلبشه واحطه في السجن لغايه ما يخلص الموضوع بتاعه ده. يا مع شيخ حرام، يا شيخ حرام عليك، وما عشان كده العملاء بتطفش منك، الصربعه دي اللي بتضيع منك العرسان. اسمع مش الكلام. مش والله مش حته صربعه، على قد ما هي حته ان انا يعني هل هو اه مثلا هو فعلا تعبان ولا هو مش تعبان وعايز يهرب مني. عايزه يا اعرف بس ستي، اتعامل يا معاه ازاي. ستي، هو تعبان او مش تعبان، انت فارق معاكي في ايه؟ عشان عميل. فارق معاكي في ايه يا ستي؟ خليكي منطقيه، تابع معاه بالراحه. ما هو ممكن ماشي. يقول لك انا مش تعبان وبرضه ما يشتريش، هيفرق معاكي في ايه؟ خليكي منطقيه، وخليكي مرحبه بالعميل، يعني تمام، انا مع حضرتك طبعا، الف سلامه عليك، عايزك تفكر بالراحه خالص عشان ناخد القرار بتاعنا بالشكل الصح، وانا معاك. ده بالعكس، ماشي. انت لما تعملي كده ايه اللي هيحصل؟ عارفه هيحصل ايه؟ هيقول لك لا بص بصراحه، اصل انا قلقان من النقطه الفلانيه، هيطلع اللي ايه اللي جواه، اول ما تزنقي عليه هيحصل ايه؟ ما هي المشكلة ان هو مش ما عندوش، يعني هو المشكلة ان هو ما عندوش مشكلة غير ان هو تعبان. خلاص يا ستي، قولي له الجمله اللي انا قلتها لك دي. حاضر. تمام. انا بقول لحضرتك اهو، بغض النظر عن اي حاجه، انا بفكر مع حضرتك بصوت عالي، لو حضرتك حابب تقول لي على حاجه او نفكر مع بعض في حاجه انا معاك. لو قال لك ايوه يا بنتي، لا تمام انا بس عيان تاني، يبقى كده هو عيان فعلا ولا لا؟ هو يبقى عيان بس انا برضه يا المشكلة. لهوي يا لهوي. عشان ماشي. كده بقول لك انت كده بتضيع منك الارسال، اسمعي الكلام. ماشي. حاضر. ماشي. اشكري لي استاذه فيفي بقى جنبك. شكرا. شكرا يا أستاذ أحمد. الله يسلمكم، يلا، السلام عليكم.